ازيك يا شباب عاملين ايه؟ طبعا الميعاد هبطان وكلنا زي الزفت، صح؟ في حالة سكوت كده غير مبرر، وهو ميعاد معفن بصراحة. الميعاد ده ان شاء الله مش هيطول معانا. لا الميعاد ده مش هيستمر صدقني. اه بس الميعاد ده ان شاء الله ايه ودعوه كده عشان مش هيقدر تاني. تمام؟ بس النهارده ان شاء الله نشرح باب الهرمونات كله باذن الله. ان شاء الله الباب كله هيخلص معانا في ساعتين، ساعتين ونص. الباب بسيط ولذيذ وسهل. الباب ده اخره معانا حصة النهارده وحصة المرة الجاية واللي بعدها امتحان، فآخره 3 حصص. عايزين إن شاء الله نعيد وإحنا مخلصين نص التكاثر شرح وحل. تمام؟ فجزء الهرمونات اللي عندنا يا جماعة بيتكلم على الهرمونات في النبات والهرمونات في الإنسان. تمام؟ أول حاجة هنبدأ بيها هي الهرمونات في النبات. الهرمونات في النبات يا جماعة اللي هي بين قوسين كنا بنسميها الإيه؟ الأوكسينات. والأوكسينات دي يا جماعة مواد كيميائية. اكتشفها عالم اسمه ايه؟ اكتشفها عالم اسمه بويسون جونسون، وقال لك والله ان الاكسنات دي ماده كيميائيه بتطلع منين؟ لو ده النبات فالحته اللي فوق دي اسمها القمم الايه؟ وفي مكان تاني مش هو القمم الناميه بنسميه البراعم النباتيه. فين البرم ده ما يخصناش. المهم يعني ان مكان افراز الاكسنات اللي هي الهرمونات اللي في النبات اللي هي المواد الكيميائيه دي من مكانين لحد دلوقتي، لان احنا ان شاء الله هنعرف حاجه ثالثه لما نخش باب التكاثر. يبقى الاكسنات لحد دلوقتي بتتفرز منين؟ من القمم الناميه والبراعم النباتيه. بويسون جونسون لما جه اكتشفها قال لك الاكسنات دي ماده كيميائيه بتطلع من سمى القمم الناميه او البراعم النباتيه اللي هو مكان الافراز سميه مكان الاستقبال. فقال لك دي ماده كيميائيه بتطلع من مكان الاستقبال وتروح لمكان مين؟ لمكان الاستجابه. مين هو مكان الاستجابه؟ اللي هو الساق والجذر. يلا نفكر في كلامه. ايوه صح، هي ماده كيميائيه خدناها واحنا بنتكلم عن الانتحاء، بتطلع من اماكن الاستقبال. ليه سموها الاستقبال؟ ما دي اللي بتستقبل المؤثرات، الضوء والرطوبه والجاذبيه وكده. ويا اما تروح ناحيه الساق كتير زي ما قلنا في الانتحاء، اكسجينات كتير في الساق تزود نمو الساق، اكسجينات كتير في الجذر تثبط نمو الجذر، ودي اللي كده بتخلي الساق يطلع يمين يطلع شمال، الجذر ينزل يمين يروح شمال. طب ما يمين وشمال ده ما هو ده الريسبونس، هي دي الاستجابه. واللي استقبل المؤثر هي القمم الناميه والبراعم النباتيه اللي هي اماكن الاستقبال. تمام؟ خلي بالك ان النبات ما عندوش غدد خاصه، وزي ما هنعرف دلوقتي او عرفنا قبل كده ما هو لفظ الغده. اي حاجه بتفرز اي حاجه بقول عليها غده. هنا كل الاكسنات بتطلع من القمم الناميه والبراعم النباتيه، فما فيش غدد خاصه. ما عندهاش حاجه اسمها غده درقيه، دي مش عارف قذريه، دي مش عارف جراد درقيه والكلام ده كله. لحد دلوقتي في مشكله. اشهر اسماء من الاكسنات حاجتين: اندول ونفسول حمض الخليك. تمام يا شباب؟ ايه هي اهميه الاكسنات؟ في الكتاب الجديد بقوا 2 بعد ما كانوا في الكتاب القديم 5. في الكتاب الجديد انا عايز جملتين 2. اول حاجه تنظم تتابع نمو الانسجه وتنوعها. يعني ايه تنظم تتابع نمو الانسجه وتنوعها؟ هو اللي بيخلي ان عندي حاجه اسمها جذر، وعندي حاجه اسمها ساق، وعندي حاجه اسمها ورقه، عندي حاجه اسمها جذر بتطلع الاول بعدين يجي الساق بعدين يجي الورقه. طب ماشي، مين اللي نظم هذا التنوع؟ الاكسنات. اجيب لك صوره مثلا نبات كده وجذور وساق واوراق، واقول لك ما دور الاكسنات في هذا الموضوع؟ ما هو نظم تتابع نمو الانسجه وتنوعها. اجيب لك مقطع عرض في ساق واقول لك ده بشره وده قشره وده مش عارف ده حزمه. فاكرين الكلام اللي في سنه ثانيه؟ مين اللي خلى الشكل ده يطلع كده؟ ما هي الاكسنات، لانها بتنظم تتابع نمو الانسجه وتنوعها. حلو قوي. تاني حاجه بتتحكم في موعد، يقول لك ايه؟ تفتح الازهار ونضج الثمار وتساقط الاوراق. تفتح الازهار بيحصل بالاكسنات، عديها. نضج الثمار، طب احنا واخدين جزء كبير قوي في الاكسنات في التكاثر في النبات بيتكلم على حوار نضج الثمار، بس مش عايز اكتر من كده في الاكسنات. دي اهميه الاكسنات اللي عندنا في المنهج. كده الاكسنات خلصت في الكتاب. خلصت في الكتاب بس ما خلصتش عندنا. فاكرين في الانتحاء اللي كان مذاكر الانتحاء قلنا في فيديو الشرح ان احنا عايزين نعرف عن الانتحاء او الاكسنات 3 معلومات. كانت المعلومه الاولى اللي عرفناها هناك ان اكسنات كتير في الساق تزود من نمو الساق، واكسنات كتير في الجذر تثبط من نمو الجذر. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه حوار البلوك اللي احنا رسمناه، اكسنات بتحب حاجتين وبتكره حاجتين. المعلومه الثالثه بقى بتاعت النهارده، بصوا بقى معايا، هي شويه حاجات مع بعض. وعليكم السلام، اتفضل يا سلاح. وعليكم السلام. بصوا يا شباب،
لو انا قلت لكم ايه العلاقه هنا بين الاكسينات والطول بتاع النبات، هنا قبل ما نشيل القمه الناميه وهنا بعد ما شيلنا القمه الناميه، هو قبل ما نشيل القمه الناميه كان الطول عامل ازاي؟ كان بيزيد ولا لا؟ كان بيزيد. طب بعد ما شيلنا القمه الناميه ما عدتش اطول تاني، يبقى الطول هيثبت كده. ولكن لو قلت لك ما العلاقه بين الاكسينات ومعدل النمو، هتقول لي والله قبل زوال القمه الناميه كان النبات بيكبر، ولكن بعد زوال القمه الناميه دي تبقى كده ولا تنزل لتحت؟ لا تنزل لتحت. ايه الفرق بين دي ودي؟ دي حضرتك طول، يعني المفروض تنزل تحت كده على طول. ليه؟ لان انا طول ما الاكسيدات موجوده، طول ما انا بكبر بمعدل 5 سم. مفيش اكسيدات معدل النمو صفر فينزل، مش هيثبت، معدل النمو صفر فينزل. انما هنا الطول هو اللي هيثبت. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ بعد ما خلصنا من الجزئيه دي يلا نبص معايا على الاشكال دي. بصوا يا جماعه، ادي مصدر ضوء من ناحيه واحده زي ما خدنا في الانتحاء. انا عايز في كل واحد من دول كلمتين، هينمو ولا مش هينمو، هينتحي ولا مش هينتحي. اول واحد ادي نبات عنده قمه ناميه، يبقى ده هينمو وينتحي لان عنده مؤثر الضوء من ناحيه واحده. طب ده احنا شلنا منه القمه الناميه، يبقى ده اللي هيحصل له لا ينمو ولا ينتحي. لا ينمو ولا ينتحي. بالمناسبه يا جماعه، هو النبات لما نشيل منه القمه الناميه وما عادش يبقى عنده اكسجينات هيموت؟ لا مش هيموت، بس ما عادش يكبر تاني. ده لا ينمو ولا ينتحي. طب جينا تاني بعد ما شلنا القمه الناميه رجينا حطيناها كده، حطيناها بس من غير ما نثبتها باي حاجه. هل النبات ده هيرجع طبيعي زي ما كان؟ هيرجع طبيعي. يعني ممكن نطلع من هنا باستنتاج ان لا يشترط وجود اتصال مباشر ما بين النبات والقمه الناميه بتاعته. عادي مش شرط. انت لو جبت بس القمه الناميه حطيتها النبات عادي ولا كأن حصل حاجه. هو بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تحصل ان لو جت شويه هواء ولا ريح ولا حاجه ممكن يوقعوها. حلو. طب جينا حطينا القمه الناميه ولزقناها بصفيحه من الميقه، قطعه معدنيه مش هتنفذ الاكسجينات لان هي غير منفذه للاكسجينات، فبالتالي لا ينمو ولا ينتحي. طب لو جينا لزقناها بقطعه من الجيلاتين او الاجار، الاكسجينات بتنفذ من خلالها وينمو وينتحي عادي جدا. طب لو جينا حطينا على القمه الناميه غطاء مثلا زجاجي، الزجاجي هيعدي الضوء من ناحيه ومن ناحيه لا عادي وهينمو وينتحي ويبقى زي الفل. طب هنا جينا حطينا عليه غشاء معتم ضلمه، ايه اللي هيحصل هنا؟ لا هو هينمو، انا اكسجيناتي مني فيا عادي فهكبر كده عادي، بس مش هاجي يمين ولا شمال، يعني انا هنمو ولا انتحي. في اي مشاكل في الكلام ده؟ بصوا معايا طيب نزلكم من الشعر بيت. لو انا جبت لكم المثال ده طيب وعشان نفهمه اكتر، لو انا عرضت لكم الضوء من هنا، هو مش الحته دي، ده مثلا بلوك من الاجار او الجيلاتين مليان اكسجينات، يبقى مش معنى كده ان الحته دي هيجي لها اكسجينات والحته دي هيجي لها اكسجينات والحته دول لا. طب لو انا معرض الضوء من ناحيه واحده، طب ما الاكسجينات بتكره الضوء، يعني كل الاكسجينات هتروح هنا فالحته دي تكبر اكتر من دي فينتحي كده. نفس الكلام، طب ما دلوقتي اهو اكسجينات كتير هنا هتكره الضوء، هتروح هنا الحته دي تكبر اكتر من الحته دي فينتحي كده. لحد دلوقتي في اي مشاكل في الحوار ده؟ انا كده خلصت بالظبط كل حاجه بتتكلم على الهرمونات اللي موجوده في النبات. تمام؟ بعد ما خلصنا بقى الهرمونات اللي في النبات، يلا بينا نتكلم على الهرمونات اللي موجوده في الانسان. وعليكم السلام. يلا الهرمونات في الانسان. بالمناسبه يا جماعه انا هتكلم تقريبا على حوالي 8 غدد وحوالي 28 هرمون. يلا بينا نشوفهم مع بعض. اول حاجه عايز اعرفها لك في الهرمونات اللي في الانسان، عايز اعرفك اول حاجه يعني ايه كلمه غده. قلنا اي حاجه بتبظ تفرز اي حاجه بنقول عليها غده. اول حاجه نعرفها ان دي غده ودي مثلا غده، دي بتطلع افراز ودي بتطلع افراز. بس لاحظنا حاجه غريبه قوي، ان الغده دي عشان تطلع الافراز بتاعها ده كان لازم يجي لها كهرباء من مين؟ كان لازم يجي لها كهرباء من عصب. انما لقينا الغده دي عشان تطلع افرازها ده كان لازم يجي لها افراز جاي لها من غده ثانيه. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك من الاخر ان الغده عشان تطلع افرازها ده تحت تاثير حاجتين، يا اما تحت تاثير عصبي يعني لازم تتكهرب بعصب فلما العصب يكهربها الغده تفرز الحاجه، يا اما تحت تاثير هرمون. يعني هرمون يعني غده عشان تطلع افرازها لازم يجي لها افراز من غده ثانيه. ايوه يفرق الافراز ده عن الافراز ده. ايوه يفرق في ايه؟ يفرق في حاجتين. الافراز اللي ناتج من تحت تاثير عصبي، يعني العصب كهرب الغده فخلى الغده تطلع افراز، هذا الافراز يتميز بانه افراز سريع ولا يوجد فيه استمراريه.
انما الغده اللي بتطلع افرازها تحت تاثير هرموني تاثير غير عصبي، الافراز ده بيكون بطيء وبيكون فيه استمراريه. يعني ايه الكلام ده؟ هناخد غده اسمها نخاع الغده الكظريه، النخاع ده بيطلع هرمونات الخوف اللي هي ادرينالين والنور ادرينالين تحت تاثير عصبي. فلو بصيت على هرمونات الخوف دي، لو جري وراك كلب، اول ما بتشوف الكلب جسمك بيضخ ادرينالين كميه فظيعه، طبعا الافراز سريع، واول ما بتبعد عن مكان الخطر وتروح بيتكم كل حاجه بترجع زي ما كانت، يعني مفيش فيه استمراريه. على عكس هرمون هناخده دلوقتي، هرمون النمو، كل يوم بيطلع بالمايكرو جرامات كميه صغيره، كل يوم كل يوم، ومش مستعجل على حاجه، فده فيه استمراريه، بيقعد معانا مده طويله وبطيء. تمام؟ في مشكله؟ دي اول جزئيه نعرفها في الهرمونات. تاني جزئيه نعرفها، عايزين نقارن بين انواع الغدد. اصلا انا عندي غده اسمها غده قنويه، وغده لا قنويه، وغده مشتركه. يعني ايه الكلام ده؟ الغده القنويه دي غده يعني بتفرز بقى، بتبص حاجه. قنويه يعني بتصب الافراز بتاعها في قناه خاصه بها. فشكل الغده القنويه بيكون كالاتي، بيبقى ده شويه خلايا كده بيسموهم الجزء المفرز، تمام؟ وهي دي الايه اللي خارج بالازرق ده، هي دي القناه الخاصه بها. فالغده القنويه على فكره، حد يعرف يقول لي اللي بالاحمر ده ايه؟ ده اسمه الجزء المفرز، يعني الجزء اللي بيكون الافراز، وده القناه، ده الافرازات اهي، وده القناه اللي بتعدي ايه؟ بتعدي الافرازات. تاني، ايه هو تعريف الغده القنويه؟ دي الغده اللي بتصب افرازها فين؟ في قناه خاصه بها. وعشان بتصب افرازها في قناه، وقلنا الجسم بتاعنا بيعتبر ان القناه حاجه مش بتاعتنا، اصل القناه دي خاصه بالغده دي، مفيش اي افراز في الجسم يقدر يعدي غير افراز الغده دي. فعشان كده اي افراز بيطلع في قناه الجسم بيعتبره افراز ايه؟ افراز خارجي. عليكم السلام. اي افراز بيطلع في قناه الجسم بيعتبره افراز خارجي. تاني، يبقى ايه هو تعريف الغده القنويه؟ دي الغده اللي بتصب افرازها في قناه خاصه بها، وبما ان بتصب في قناه خاصه بها فهو افرازها خارجي. معنى وجود قناه فهو افرازه خارجي. ركز معايا، الافراز الخارجي ده عشان مشي في قناه قد يكون افراز خارجي داخل الجسم، وقد يكون افراز خارجي خارج الجسم. يعني ايه الكلام ده؟ حاجه زي الغده اللعابيه. الغده اللعابيه، اللعاب والتفافه دي بتطلع في قناه، فهي غده قنويه ذات افراز خارجي، بس القاعده بايه؟ جوه جسمنا، يبقى افراز خارجي داخل الجسم زي الغده اللعابيه. ايه الحاجات بقى اللي افرازها خارجي خارج؟ يلا ما تعدش، الغدد الدمعيه، بتاعت العرقيه، بتاعت الدهنيه، بتاعت الثدييه. يلا امسك مثلا الدمعيه، طالما طلع في قناه فهو جزء قنوي، فهو افراز خارجي، بس طلع هنا اهو، يبقى افراز خارجي خارج الجسم. انت شايفها؟ شايفها اكيد يعني. ده اول حاجه اللي هي الغده القنويه. النوع الثاني من الغدد اسمها الغده اللا قنويه، بيسموها الغده اللي ما عندهاش ودان، يعني الشخص الاصم ما عندوش، عنده فاقد حاجه من جسمه، فالغده اللا قنويه هي غده ما عندهاش قناه. الغده اللا قنويه دي غده على طول بتصب افرازها فين؟ في الدم مباشره، مش في قناه خاصه بها. فبالتالي الجسم يقول لك ايه؟ طالما صبت في الدم يبقى الدم ده حاجه بتاعتنا، يبقى دي غده ذات افراز داخلي بتصب افرازها فين؟ في الدم مباشره. عارفين يا جماعه الافراز بتاع الغده اللاقنويه اللي بيتصب في الدم مباشره ده، الافراز ده بنسميه الهرمونات، وهو ده درس النهارده. يعني مش كل افراز هرمون، ولكن كل الهرمون افراز. انا ممكن افرز انزيمات، ممكن افرز اي حاجه. طالما فرزت كلمه هرمون، قلنا في 3 كلمات لازم ما ينفصلوش عن بعض. طالما ذكرت كلمه غده صماء يبقى افرازها في الدم مباشره، والافراز ده اسمه الهرمون. يبقى ما تجيش تقول لي بقى ايه غده قنويه تطلع هرمون معين، مفيش حاجه اسمها كده. انما ممكن الغده القنويه تطلع ماده معينه، تطلع انزيم معين، انما كلمه هرمون دي سبيشال لمين؟ للغده اللاقنويه صماء. يبقى طالما سمعت كلمه حتى لما اقول لك الغده دي طلعت هرمون، اذا الغده دي من غير ما تفكر هي غده لاقنويه صماء. غده لاقنويه يبقى افرازها هرمون. حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ ماشي. زي حاجات كتير قوي هناخدها دلوقتي. الغده المشتركه دي الغده اللي فيها جزئين، فيها جزء قنوي يعني جزء بيصب افرازه في قناه، وجزء مش قنوي يعني جزء بيصب افرازه فين؟ في الدم مباشره. زي مين؟ زي الخصيه والبنكرياس، وهنتكلم عنهم كتير دلوقتي. بعد ما خلصنا المقارنه بين انواع الغدد، يلا نتكلم على دور العلماء في اكتشاف الهرمونات. اول عالم معانا اسمه كلود بيرنر. عايزكم من الشعر بيت؟ لا مش عايزكم حاجه، خلاص اتلغى. تاني عالم هنتكلم فيه اسمه ستارلينج. ستارلينج ده لقى ايه بقى؟ ده مين؟ ده المعده، واللي بدايه الاسود ده الاثنى عشر، وده مين؟ ده الامعاء الدقيقه. في هنا عضو مورق شبه ورقه الشجر كده،
وخارج منه قناه هنا. هو ده مين؟ هو ده البنكرياس. السايرلينج لقى ايه؟ لقى ان اول ما الاكل بيوصل للاثنى عشر لقى البنكرياس على طول بيصب في القناه دي العصاره البنكرياسيه اللي بتهضم الاكل. قال لك الله، هو البنكرياس عرف منين ان في اكل هنا؟ وارد يكون في اتصال عصبي. قال لك طب ما انا اكرر التجربه واقطع اي اتصال عصبي. لا، برضو اول ما الاكل بيوصل للاثنى عشر البنكرياس بيطلع العصاره البنكرياسيه. قال لك اذا يبقى في تاثير تاني مش ايه؟ مش عصبي. قعد يدور ويفحص وكده، لقى ايه؟ لقى ان اول ما الاكل بيوصل للاثنى عشر الغشاء المخاطي المبطن للاثنى عشر ده بيطلع مواد كيميائيه، ما هنعرفها كمان شويه. الماده الكيميائيه دي تطلع تمشي في الدم، تلف لفه في الدم، وبعدين ترجع تاني للبنكرياس تقول للبنكرياس طلع العصاره البنكرياسيه. يعني افراز العصاره البنكرياسيه ده تحت تاثير مين؟ افراز العصاره البنكرياسيه ده تحت تاثير مين؟ الماده الكيميائيه اللي هم عرفوها بعد شويه ان هم سموها الايه؟ سموها الهرمونات او المنشطات. طب ما هو ده هو ده، ان من الاخر افراز اي حاجه تحت تاثير حاجه من الاثنين، يا اما عصبي يا اما هرموني. يعني جسمنا خاضع لجهازين، الجهاز العصبي والجهاز الهرموني. مين اهم جهاز؟ العصبي طبعا، مسؤول عن 7000 حاجه، والاحساس والانقباض وافراز الغدد والحاجات دي كلها. يجي وراه مين؟ النايب بتاعه الجهاز الهرموني. في مشاكل لحد دلوقتي. بعد كده يقول لك العلم اتطور وعرفنا، مش عارف، عملنا تجارب كبيره وبتاع، وعرفنا ايه هي الهرمونات. خلصنا. بعد كده محتاج اعرفكم ما هو تعريف الهرمون. بصراحه المفروض اكتبها فوق بس ماشي. ما هو تعريف الهرمون؟ الهرمون يا جماعه هو ماده كيميائيه عضويه. لحظه، يعني ايه كلمه عضويه؟ يعني من سنه اولى داخل في تركيبها الكربون والهيدروجين بشكل اساسي، انتوا شايفين؟ فده ماده كيميائيه عضويه. نوعها ايه؟ قد تكون حاجه من الثلاثه. قد تكون بروتين بسيط، قد تكون بروتين معقد، قد تكون ليبيدات. يعني من الاخر انا اسف، هم مش حاجه من الثلاثه، هم حاجه من الاثنين، يا اما بروتين يا اما ليبيدات. مفيش كربوهيدرات من الاخر في الهرمونات. يبقى الهرمونات قد تكون بروتين وقد تكون ليبيدات، ولكن خلي بالك الانزيمات، كل الانزيمات بروتينات، انما مش كل الهرمونات بروتينات، لان انا عندي هرمونات بروتين وهرمونات ليبيدات. ايه هي الهرمونات الليبيدات؟ هي واحده اللي اسمها الاستيروي ديت، ودول عددهم 7 ويطلعوا من مكان اسمه قشره الغده الكظريه، هنعرفه دلوقتي. اي هرمون تاني بروتين، بس خلي بالك في هرمونات بيكون تكوينها بروتين بسيط. يعني ايه بروتين بسيط؟ هو انتم مش عارفين ان الحمض الاميني بيجي جنب الحمض الاميني يعمل بروتين؟ الهرمونات اللي بتتكون من بروتين بسيط هي بتتكون من طبقه واحده بس، حمض اميني واحد لوحده قادر انه يكون هرمون. مين الهرمونات اللي بتتكون من حمض اميني طبقه واحده بس؟ 3: الثيروكسين والادرينالين والنور ادرينالين. يبقى خلاص انا عرفت عندي 3 هرمونات بيتكونوا من طبقه واحده من حمض اميني واحد بروتين بسيط، الثيروكسين والادرينالين والنور ادرينالين. عندي شويه هرمونات ثانيه ليبيدات، السيربيدات اللي هم الدهون. باقي الهرمونات كلها عادي جدا، بروتين معقد، حمض اميني جنب حمض اميني جنب حمض اميني، تعمل احلى هرمون. في مشاكل؟ هل في فرق بين الهرمونات البروتينيه والهرمونات اللي هي ليبيدات؟ عشان نعرف اول فرق محتاج اعرفك هو الهرمون بيشتغل ازاي. ليه في هرمون زي الجسترين هناخده كمان شويه يروح يشتغل على المعده بس، ما يروحش في حته ثانيه؟ ليه هرمون معين ما يروحش يشتغل غير على عضو معين؟ لان لكل هرمون حاجه اسمها مستقبل خاص بيه. الهرمون مثلا المثلثي كده يقفش في مستقبل دايما مثلث، الهرمون الكوره كده يقفش في مستقبل نص كوره كده. فمثلا عندي هرمون زي الكوره يقعد يمشي في الدم، بيدور على مين؟ بيدور على الخليه اللي يكون عندها المستقبل اللي يعشق فيه الكوره. يبقى لكل هرمون مستقبل خاص بيه. نرجع لكلامنا. الهرمونات البروتينيه دايما مستقبلها موجود بره غشاء الخليه، انما الهرمونات اللي هي ليبيدات المستقبل بتاعها دايما موجود داخل الخليه. اللي عايز يعرف ليه؟ ما الليبيدات لو فاكرين ان الغشاء ده كان بيتكون من راس وديل ومجموعه فوسفات، من الاخر يعني الغشاء ده دهون. فالهرمون اللي من الدهون يعرف يعدي الغشاء، انما البروتين ما يعرفش يعدي، عشان كده مستقبله بره. ده اول اختلاف. تاني حاجه الهرمونات البروتينيه تذوب في بلازما الدم، انما الليبيدات لا تذوب في بلازما الدم. تالت الاختلاف ان الهرمون البروتيني لا يؤخذ عن طريق الفم، لانه ممكن يتكسر بالانزيمات البيبسين اللي بتكسر البروتين بتاعه المعده، انما الاسترويدات تؤخذ عادي عن طريق الفم. اول غده يا جماعه نتكلم عليها هي الغده النخاميه. والغده النخاميه بيقولوا عليها عندك في الكتاب هي سيده الغدد. طب سيده مين؟ هنعرف كمان شويه. الغده دي او اي غده هناخدها ان شاء الله محتاج اعرف عنها كذا جمله. اول حاجه محتاج اعرف مكانها فين.
تاني حاجه محتاج اعرفها هي بتطلع ايه، تالت حاجه محتاج اعرفها اللي بيطلعه ده بيعمل ايه، وبصراحه في رابع حاجه، لو زاد يحصل ايه ولو قل يحصل ايه. تاني اي غده محتاج اعرف مكانها، الهرمون اللي بتطلعه، طب لو الهرمون ده زاد يحصل ايه، لو الهرمون ده قل يحصل ايه. بس كده يا جماعه. لو اعتبرنا ان ده كله المخ مثلا، تمام، والحته اللي انا هرسمها بالازرق دي منطقه تحت المهاد، هنلاقي في عيل صغير متشعبط فيها كده، هي دي الغده النخاميه. يبقى اول حاجه نعرفها مكان الغده النخاميه، تقع اسفل المخ متصله بمنطقه تحت المهاد، بس مش اكتر من كده. طب هي عباره عن ايه؟ لو بصينا على الغده كده وكبرناها لقينا في فص كبير قداماني يسموه الفص الامامي، وفص صغير ورا كده سموه الفص الخلفي، وفي فص في النص سموه الفص الاوسط، والبتاع اللي شبه الرقبه ده سموه العنق او القمع، وطبعا مين اللي فوق دي منطقه تحت المهاد. يبقى الغده النخاميه بتتكون من 4 اجزاء، فص امامي، فص خلفي، فص اوسط، والعنق او القمع. بيسموا الفص الامامي، نعرف منين ان ده فص امامي ولا خلفي؟ الامامي قدامني واهم حاجه حجمه كبير. بيسموا الجزء الامامي اللي هو الفص الامامي والفص الاوسط بيسموه الجزء الغدي. ليه سموه جزء غدي واكدوا عليه؟ لان ده اللي بيأكت استرو غده فعلا، دول بيفرزوا حاجه فبيتسموا غده، جزء غدي. انما الفص الخلفي والقمع بيسموه جزء عصبي. ليه؟ لان دول شحاتين. هو بصراحه لان اللي يكون الهرمونات هنا عصب مش هم، عشان كده سموهم هما الاثنين زي ما نشوف كمان شويه الجزء الايه؟ الجزء العصبي. ماشي. هي الفص الامامي ده بيطلع كام هرمون؟ بيطلع هرمون، اول هرمون معانا اسمه هرمون الجي اتش، وبيطلع مجموعه هرمونات ثانيه اسمها هرمونات منبهه للغدد. يعني من الفص الامامي اللي بيعمل كغده هيطلع هرمونات تنشط غدد ثانيه، فسموا شويه الهرمونات اللي بتنشط غدد ثانيه هرمونات منبهه للغدد. اول هرمون معانا بتطلعه هرمون التي اس اتش، بتطلع هرمون اسمه تي اس اتش، بيروح للغده اسمها الغده الدرقيه تخليها تطلع هرمون بتاعها اسمه الثايروكسين. واللي عايز يعرف جت منين التي اس اتش، اسمه ثيرويد ستيميوليتنج هرمون، يعني الهرمون الذي يحفز الثيرويد اللي هي الغده الدرقيه. تاني هرمون معانا بيطلعه الفص الامامي حاجه اسمها الاي سي تي اتش، بيروح لمين؟ في غده هنعرفها ان شاء الله فوق الكليه بيسموها الغده الفوق كلويه او الغده القذريه. الغده القذريه او الغده الفوق كلويه دي بتتكون من منطقتين، المنطقه اللي بره سموها القشره والمنطقه اللي جوه سموها نخاع. فالاي سي تي اتش ده بيطلع من الفص الامامي ويروح ينشط مين؟ محدش يقول لي غده قذريه، قشره الغده القذريه، القشره مش النخاع، وهنعرف ليه مش النخاع كمان شويه. تالت هرمون بيطلع معانا البرولاكتين، ده البرولاكتين ده بيروح يمين؟ بيروح يحفز انتاج اللبن في الغدد الثدييه. ادي خليه اهي، وادي قناه خاصه بيها اهي، ادي الغده الثدييه اهي، هو بيحفز انتاج اللبن فيها. ولو تلاحظ معايا معنى ان الغده الثدييه عندها قناه، فالغده الثدييه دي غده ايه؟ غده قنويه. واخر هرمونين معانا الاف اس اتش والال اتش، ودول بيروحوا ينبهوا المناسل. من هم المناسل؟ الخصيه والمبيض. يبقى لما اقول لك قول لي هرمون غدي يؤثر على غده صماء، هتقول لي التي اس اتش والاي سي تي اتش. ولو قلت لك قول لي هرمون غدي يؤثر على جزء قنوي، البرولاكتين. ولو قلت لك قول لي هرمون غدي يؤثر على غدد مشتركه، يبقى الاف اس اتش والال اتش. اذا الغده النخاميه هي سيده كل الغدد الصماء. لا، في غدد صماء احنا ما ذكرناهاش هنا، غده زي الغده الجراد الدرقيه ما جبناش سيرتها، يبقى هي مش سيده كل الغدد الصماء. طب هل هي سيده كل الغدد القنويه؟ لا، ده هي اللهم الا دي بس، في غدد قنويه كتير، والدمعيه والعرقيه والحاجات دي كلها ما جبناش سيرتها. يبقى هي سيده مين؟ سيده شويه كده بعض الغدد الصماء وبعض الغدد القنويه. واللي يقول لك ان الغده النخاميه بتاثر على غدد صماء بس، قول له لا، ما دي غدد ايه؟ قنويه كمان، يعني بتاثر على الاثنين، بتاثر على بعض الغدد الصماء وبعض الغدد القنويه. في اي مشاكل؟ اول هرمون هنتكلم عليه مع بعض هو هرمون النمو وهرمون الجي اتش. هرمون الجي اتش ده يا جماعه هو هرمون النمو اللي بيخلينا نكبر. طب ماشي، قبل ما اكلمكم اصلا عن الهرمونات، ما يلا اقول لكم خصائص الهرمونات بس عشان نبقى مجمعين كذا حاجه قبل ما نتكلم. ايه هي يا جماعه خصائص الهرمونات؟ الهرمون ده اللي هو ماده كيميائيه ومنه بروتين وكده. يقول لك ايه؟ الهرمون ده غالبا الهرمون ده بيأثر على عمليات الايض. ايه هو عمليات الايض؟ الهدم والبناء. يعني الهرمون ده ممكن تخلي الخليه تحط حمض اميني جنب حمض اميني جنب حمض اميني، وده اسمه البناء. يا اما الهرمون ده يخلي الخليه تاخد جزيء زي الجلوكوز
وتكسره وتطلع منه الطاقه، وده اللي بيسموه الهدم. فاي هرمون يا يعمل بناء يا يعمل هدم. خلي بالك ان الهرمونات دايما كل الهرمونات اللي هناخدها بتطلع بالميكرو جرامات بكميه صغيره كل يوم. خلي بالك ان الهرمون ممكن يكون منشط وممكن يكون مثبط، ولكن اغلب الهرمونات منشطه. يعني ايه الكلام ده؟ هناخد 7000 هرمون بيزود السكر، هناخد الجلوكاجون وهناخد الادرينالين بيرفع السكر، وهناخد الكورتيزون بيرفع السكر، كذا هرمون بيرفع السكر. ولما اجي اقول لك قول لي الهرمون اللي بيوطي السكر، اللهم الا الانسولين بس. فهي دايما اغلب الهرمونات بتميل ان هي تكون محفزه والقليل منها مثبط. خلي بالك ان الهرمونات دي ممكن تاثر على مثلا ايه؟ النمو الجنسي، النمو الجسدي، النمو العقلي زي ما هناخد ان شاء الله. هو شويه كلام كده مش عارف حاطينه في الكتاب ليه. خلي بالك انه بيأثر على السلوك العاطفي، النمو مثلا العقلي. خلي بالك ان في كتاب السنه اللي فاتت كانوا كاتبين بدل العقل تفكيري، فالسنه دي خلوا النمو بدل تفكيري خلوه عقلي. شويه كلام فارغ ملوش اي لازمه. نرجع لكلامنا. اول هرمون هنتكلم فيه مع بعض هو هرمون النمو. هرمون النمو ده بيأثر على الايض، واول ما تسمع كلمه الايض تقول لي هو هدم ولا بناء؟ اقول لك لا، هو بناء. طب بناء ايه؟ بناء البروتين خصيصا. فهمنا ايه من الجمله دي؟ فهمنا ان الجي اتش ده بياخد الحمض الاميني جنب الحمض الاميني جنب الحمض الاميني ويبني احلى بروتين. حلو. طب لو جيت بقى ورسمت لك علاقه بيانيه كده وقلت لك ايه العلاقه بين الجي اتش ونمو الجسم ونمو العظم؟ طرديه. ولكن لو قلت لك ايه العلاقه بين الجي اتش وعدد الاحماض الامينيه؟ عكسيه. ليه؟ انا عندي طوب كتير. الهرمون ده كانه مقاول بيجي يشتغل، فكل ما المقاول يشتغل اكتر ويبني حيطه عدد الطوب بيقل، فكل ما جي اتش كتير يزيد عدد الاحماض الامينيه يقل. طب لو انا جيت قلت لك مثلا اذا علمت ان هرمون زي الكورتيزون كل ما يتفرز كل ما يحول الحمض الاميني لجلوكوز، فاذا ايه العلاقه بين زياده الكورتيزون وعمل الجي اتش؟ بالعكس، عكسيه. الكورتيزون لو انا قلت لك بيحول الطوب اللي هنبني بيه الحيطه ونبني بيه البروتين بيحوله لسكر، فكل ما الكورتيزون يزيد كل ما ياخد الطوب ويبني سكر، فكل ما عمل الجي اتش مش هيلاقي طوب يبني بيه، هتلاقي العلاقه عكسيه. طب يحصل ايه لو الجي اتش زاد زياده على اللزوم او قل زياده على اللزوم؟ والله يقول لي ايه، لو انت في طفل وجي اتش زاد زياده على اللزوم يحصل لك حاجه اسمها العملاقه. يعني حضرتك هتكون طفل كبير، وخلي بالك ان الكبر سيمتريك، كبير من كل حاجه. طب يحصل ايه لو انت طفل الجي اتش قل زياده على اللزوم؟ هيجي لك قزامه. يعني ايه القزامه؟ يعني من الناحيه الجسديه هتكون قصير، ولكن من الناحيه الجنسيه هتتجوز عادي. من الناحيه العقليه عقلك هيوزن بلد، هتكون قصير وكل حاجه بس عقلك يوزن بلد عادي، ما عندكش مشكله. يعني جي اتش بيأثر على النمو الجسدي، ما بيأثرش على الجنسي ولا العقلي. وخلي بالك ان الشخص القزم قصير وقصير من كل حاجه، فهو في سيمتريه وفي تماثل في اسره. انما يحصل ايه لو الجي اتش مثلا في راجل كبير لو قل زياده على اللزوم؟ ولا يحصل اي حاجه، ما انا خلاص كبرت خلاص. طب لو الجي اتش في راجل كبير زاد زياده على اللزوم هيجي لك مرض اسمه الاكروميجالي. الاكرو يعني الاطراف، الميجالي يعني كبير. فمرض الاكروميجالي يتميز بنمو الاجزاء البعيده في العظام الطويله وتضخم عظام الوجه. يعني ايه الكلام ده؟ بيسموا مرض الاكروميجالي ده بيسموه الهات والجلاف والشو ديسيز. مرض الهات القبعه، فده راسه كبيره عنده تضخم في عظام الوجه. الجلاف اللي هو الجلافز اللي هي الجوانتيات ايده كبيره. الشوز رجله كبيره. خلي بالك انا قلت ايده دي، ما قلتش الطرف العلوي والطرف العلوي زي ما هو والطرف السفلي زي ما هو، انما اللي يتاثر من الاخر مين؟ راسه، ايده، رجله. يتميز بنمو الاجزاء البعيده في العظام الطويله وتضخم عظام الوجه. ومن هنا بسال السؤال اللي انا زهقت منه في مرض الاكروميجالي، أنهي عظام بتتاثر؟ العظام الطويله ولا العظام القصيره ولا العظام المسطحه؟ وبسرعه عشان انا عدت السؤال ده 7000 مره. قولوا يلا مين؟ قولوا يلا. طويله ولا قصيره ولا مسطحه؟ الطويله ولا لا؟ برافو. القصيره ولا لا؟ برافو برضو. المسطحه ولا لا؟ برافو برضو. ليه العظام الطويله؟ طب ما عظام زي مثلا عظام زي راحه اليد، ما هي عظام طويله. انا ما اقصدش يا جماعه ان الطويله ان هي لازم تكون 7000 متر،
ده مش معنى لفظ الطويله. لفظ الطويله لما تبقى دكاتره قد الدنيا العظمه بتحقق شروط معينه، بيكون ليها راسين كده وبيكون ليها شفت في النص. هي دي ده شروط العظمه الطويله. عظام زي راحه اليد هي عظميه طويله حققت الشروط. العظام القصيره حاجات زي العظام بتاعت رزق اليد والقدم، الكور الصغيره لا دي قصيره. العظام المسطحه انا زهقت منها. ايه هي العظام المسطحه؟ الهيكل المحوري والاحزمه. طب ما الجمجمه تبع الهيكل المحوري، فالجمجمه عظمه مسطحه يبقى بيأثر على العظام الطويله والقصيره والمسطحه. حد عنده حاجه في الجي اتش؟ جماعه يلا نربطها بالباب الخامس. هل الجي اتش يعمل ايه في نسخ وترجمه البروتين؟ بيزود النسخ والترجمه بتاعه البروتين بس. في حاجه موجوده في اسئله اختبر نفسك في كتاب الامتحان، منحنى كده لهرمون النمو لو حد بص عليه. خلي بالك ان هرمون النمو بيزيد افرازه وانت عيل صغير، يعني لحد مثلا 9 10 سنين يروح ايه؟ يروح ناقص، ويجي عند الواد والبنت، يجي عند مثلا عند اسمه ايه؟ يجي عند البنت من عند 11 12 سنه. عشان كده والواد لسه زي ما هو جي اتش عنده واطي. الجي اتش يرجع يزيد عند الواد عند 13 سنه. عشان كده عند سن 11 12 سنه تلاقي البنت تعمل من الواد 2 مثلا. ليه؟ عشان عندها في السن ده الجي اتش بيزيد والواد لسه زي ما هو، لان الواد بيزيد الجي اتش عنده عند حوالي 13 سنه. يجي عند 17 18 سنه الاثنين بيكونوا في الارض. مش معنى كده ان احنا مش هنكبر تاني. عند 20 سنه 18 19 20 21 سنه كده. بعد ال 20 21 هل الجي اتش بينقلنا وخلص من جسمنا؟ لا، عارفين بيبقى موجود ليه؟ عشان تجديد الانسجه وكده، بس مش عشان النمو بقى ونطول وكده. تمام؟ وده برده مثال انت مش مطالب بيه قوي. يلا بينا نتكلم بعد كده على ايه؟ يلا نسيب الهرمونات اللي منبهه للغده لان احنا هنتكلم عليها في غده يعني في الغده الدرقيه اتكلم عن الموضوع ده، في القشره اتكلم عن الموضوع ده، ويلا نتكلم على الهرمونات اللي بتطلع منين؟ اللي بتطلع من الفص الخلفي. بيسموها هرمونات. انا هسيب باقي الحاجات دي واتكلم على الهرمونات اللي هنا. اسمها هرمونات الجزء العصبي. ايه بقى قصه هرمونات الجزء العصبي؟ جماعه الجزء الخلفي او الفص الخلفي والقمع بنسموه جزء عصبي شحات. ليه؟ مش دي منطقه تحت المهد؟ في هنا خلايا سموها الخلايا العصبيه الايه؟ الخلايا العصبيه المفرزه. هذه الخلايا العصبيه المفرزه اللي موجوده في منطقه تحت المهاد هي اللي بتطلع هرمونات الفص الخلفي، او بيسموها هرمونات الجزء العصبي اللي بتطلع من خلايا عصبيه مفرزه في منطقه تحت المهاد. تاني، هرمونات الجزء العصبي دي هرمونات بتطلع منين؟ من خلايا عصبيه مفرزه موجوده في منطقه تحت المهاد. الهرمونات دي بتطلع من هنا. طب معلش، ما هو الخلايا العصبيه احنا كنا واخدين ان هي عباره عن جسم محور نهايات عصبيه وتفرعات نهائيه. مين بقى انهي جزء في العصب في الخلايا العصبيه المفرزه الذي قام بانتاج بتكوين الهرمونات دي؟ جسم الخلايا العصبيه. طب مين اللي نقل الهرمونات دي؟ اللي نقلها المحور عبر العنق. طب الهرمونات دي في الاخر راحت اتخزنت فين؟ اتخزنت في النهايات العصبيه اللي موجوده في الفص الخلفي. خلي بالك الجمله دي اتزودت في الكتاب الجديد رغم ان احنا ساعه الشرح احنا كنا قايلينها ان هرمونات الجزء العصبي طالعه من خلايا عصبيه مفرزه في منطقه تحت المهاد. طب انهي جزء بالذات الذي قام بالانتاج التكوين؟ الافراز، الجسم. طب الهرمونات دي اتنقلت عبر مين؟ عبر المحور. طب اتخزنت فين؟ اتخزنت في النهايات العصبيه، يعني اتخزنت في الفص الخلفي. اذا الفص الخلفي والعنق هما مش مكان انتاج ولا تكوين ولا افراز، هما مكان ايه؟ مكان تخزين وتحرير. بصراحه القمع هو مكان بيتنقل فيه، والفص الخلفي هو فعلا ده المكان اللي بيتخزن ووقت ما نحتاج نحرر، بس مش ده المكان اللي بيكون. مصنع المكرونه ده مكان الانتاج المكرونه، بتطلع تركب عربيات المكرونه تروح تتعان فين؟ في المخزن، وانا وقت ما بحتاج بحرر من المخزن. فاذا الفص الخلفي والقمع ده ما كانش حتى مكان مش بينتج حرفيا، هو مكان مجرد بيخزن او بيحرر. في مشاكل؟ هرمونات الجزء العصبي هم 2 ما لهمش تالت. الهرمون الاولاني اسمه الاي دي اتش. هرمون الاي دي اتش ليه مسميات كتير جدا. اسمه الهرمون المضاد لاضرار البول، اسمه الهرمون القابض للاوعيه الدمويه، اسمه الفازو بريسن، اسمه الفي اتش. ايه قصه الاي دي اتش؟ اول حاجه ده هرمون مين اللي بينتجه؟ الخلايا العصبيه المفرزه في منطقه تحت المهاد او بيسموا تحت المهاد الهايبوثالاموس. حلو قوي. بيتخزن فين؟ في الفص الخلفي، وده المكان اللي بيتحرر منه.
الاي دي اتش ليه كام وظيفه؟ دايما هنا هتلاقي كلمه 2 بتتذكر كتير. يعني عندي كام هرمون؟ عندي 2. الاي دي اتش عنده كام وظيفه؟ عنده 2. الوظيفه الاولانيه انه بيروح يشتغل على الكليه ويروح يقول لها يا كليه ايه ده؟ انت الميه، مش الكليه دي كانت عباره عن نفرونات، والميه لو ركبت قطر النفرون وكملته للاخر كانت هتنزل في البول، فهو بيقول لها انت موديه الميه دي فين؟ الجسم محتاجها. فهو بيروح للكليه ويعمل اعاده امتصاص اختياري لمين؟ اعاده امتصاص يعني بيرجعها للجسم تاني. اختياري يعني بمزاجي، يوم ما الجسم يحتاج الميه ارجعها، يوم ما يحتاجش انزلي زي ما انت عايزه. يبقى هو بيروح الكليه يقول لها هات الميه اللي انت هتنزليها في البول دي خساره. اعاده امتصاص اختياري للميه، او الجمله دي بيسموها زياده نفاذيه النفرون للميه. اصل النفرون ده كان عباره عن كده يا جماعه، ودي حاجه اسمها قناه ملتفه القريبه، ودي صينيه هنا، ودي قناه ملتفه البعيده، وده كان اسمه في الاخر كده اسمه القناه الجامعه. المهم الميه اللي راكبه هنا يقول لها تعالي، يعني يعمل لها اعاده امتصاص او يزود نفاذيه النفرون ان الميه ايه؟ الميه تخرج. حد عنده مشاكل للكلام ده؟ طب من الاخر بالبلد، الاي دي اتش بيعمل ايه؟ بيرجع الميه للجسم. يعني يوم ما الميه في الجسم تكون قليله الاي دي اتش يزيد علشان يرجعها للجسم. يبقى امتى؟ قولوا لي الحالات اللي ممكن الاي دي اتش يزيد فيها. الكاميرا شغاله؟ والنبي لو فصلت حد يقول ايه الحالات اللي الاي دي اتش يزيد فيها؟ وقت ما انت سكر ايه؟ وقت ما انت محتاج الميه. يعني مثلا وانت ما عندك بتبذل مجهود بدني، انا عمال اعرق فعمال افقد من فوق، مش افقد من فوق ومن تحت، كفايه الميه اللي بخرجها من العرق، فبالتالي خلاص يروح للكليه يقول لا هات الميه دي. لما اكون مثلا الجو حر، لما اكون مثلا زي دلوقتي عطشان، انت اصلا ما عندكش ميه فمش هتقعد تنزل الميه اللي معاك، لا تقول لك لا رجعها للجسم تاني. مثلا ايه؟ لما تبذل مجهود بدني، لما الدنيا تبقى حر، لما اكون عطشان، لما اكون حضرتك عندك ترجيع واسهال، انت عمال تخرج ميه كده فمش ناقصه، فالاي دي اتش يشتغل عشان يرجع الميه للجسم. وفي كلمه هنا حلوه قوي، لما تزيد اسموزيه الدم، وهنعرف يعني ايه كلمه اسموزيه الدم، ودي اهم واحده في الليله دي كلها. طب انت الاي دي اتش ما يشتغلش والميه اللي في الكليه تنزل وقت ما انا مش محتاج الميه، في الشتاء عندي ميه كتير ما بتخرجش بالعرق انزلي. واحنا بنتسحر نضرب 7000 لتر ميه، فميه كتير في جسمي فانزلي. الاي دي اتش بيزيد لما اسموزيه الدم تكون عاليه. يبقى الاي دي اتش بيقل امتى؟ لما اسموزيه الدم تكون، اسموزيه الدم ده حوار وموال كبير. انا مش عايزك تعرف عن كلمه اسموزيه الدم غير حاجه واحده. اسموزيه الدم يعني الملح اللي موجود فين؟ الملح اللي موجود في الدم. وعايزين نراجع حاجه من اول باب الدعم الحركه اللي هي اتلغت. لما الملح يكون قليل الميه يكون، ولما الملح يكون كتير الميه يكون. والضغط الاسموزي يعني ايه؟ يعني شفطه. فالخليه اللي ملحها عالي شفطتها عاليه، والخليه اللي ملحها واطي. بس مش عايز اكتر من كده. جماعه ايه العلاقه بين الاي دي اتش واسموزيه الدم؟ جماعه احنا قلنا لما اسموزيه الدم تزيد يعني الملح في الدم زياده، فكان لازم يشتغل الاي دي اتش عشان يرجع الميه للجسم. طب ولما الملح في الدم يكون قليل يعني الميه كتير قوي زياده على اللزوم، الاي دي اتش ما يشتغلش عشان الميه الكتير دي تنزل فالاسموزيه ترجع تتظبط. اللي ما يفهمش بالكلام يفهم بالرسمه. ايه العلاقه بين الاي دي اتش واسموزيه الدم؟ احنا بنقرا المنحنى ازاي؟ لما الاي دي اتش يزيد يبقى هنرجع ميه للجسم كتير، فالملح في الدم هيبقى قليل، فاسموزيه الدم تكون قليله. طب ايه العلاقه بين الاي دي اتش واسموزيه البول؟ يعني الملح في البول. لما الاي دي اتش يزيد يبقى الميه اللي هترجع للجسم كتيره، طب يبقى الميه اللي هتنزل في البول، الميه اللي في البول قليله، يبقى الملح اللي في البول بس خلاص يبقى كتير وكتير. طب ايه العلاقه بين، ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا اسموزيه الدم تحت والاي دي اتش فوق. حد يعرف يقول لي دي ايه؟ لما اسموزيه الدم تزيد يعني الملح في الدم يزيد، هحتاج اي دي اتش كتير عشان يرجع ميه للجسم. بس اسموزيه الدم تزيد احتاج اي دي اتش كتير، يبقى العلاقه طردي. حد واخد باله ان اي دي اتش بيقلل اسموزيه الدم ويزود اسموزيه البول؟ حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ ماشي. تاني وظيفه، الملح والسكر ما هي دي الاملاح عامه. تاني حاجه بيعملها الاي دي اتش بيروح جاي على الاوعيه الدمويه. جماعه نظريه الخرطوم، امتى او ازاي ترفع الضغط جوه الخرطوم بطريقتين وتخلي الميه في الخرطوم تزيد قوي؟ بحاجه من الاثنين، يا تضيق الخرطوم يا تفتح الحنفيه تزود الميه جوه الخرطوم. ده حضرتك بيجي على الاوعيه الدمويه ويروح عامل ايه؟
مضيق الحنفيه، عامل انقباض للعضلات الملساء، خدناها في الباب الاولاني. انت ما جيتيش الباب الاولاني عشان كده مش فاهمه حاجه، صح؟ تاني وظيفه للاي دي اتش ان بيجي على الاوعيه الدمويه ويروح مضيق الخرطوم، يعمل انقباض للعضلات الملساء. فلما يعمل انقباض للعضلات الملساء هيعمل ايه بضغط الدم؟ هيرفع ضغط الدم. يعني لما اقول لك ايه العلاقه بين الاي دي اتش وضغط الدم؟ طردي. ولكن لو قلت لك ايه العلاقه بين ضغط الدم والاي دي اتش؟ عكسي. حد عنده مشكله ان المنحنى بيتقري بالافقي مش بالراسي؟ حلو. ليه بقى سموا الاي دي اتش المسميات دي كلها؟ الاي دي اتش قالوا عليه الهرمون المضاد لاضرار البول. اضرار البول ان حضرتك تلقط، فهو ما بيخليكش تنام، بيرجع الميه للجسم، فهو مضاد لاضرار البول. قابض للاوعيه الدمويه، ما هو قابض للاوعيه الدمويه اهو. قابض للاوعيه الدمويه باللاتيني يعني فازو بريسن. بريس يعني يضغط، فازو يعني فيزل، فهو قبض على الاوعيه الدمويه بس خلاص. والفازو بريسل خد الفي وخد الاتش يبقى هو الفي اتش. في حاجه مهمه قوي نعرفها في الاي دي اتش اسمه مرض السكر الكذاب، مرض السكر الكاذب. الشخص اللي عنده ده عنده مرض السكر الكاذب، هو عنده نفس اعراض السكر. ايه هي اعراض السكر؟ انه بيخش الحمام كتير، بيعطش كتير، بيتبول كتير. طب ايه العلاقه؟ الشخص اللي عنده السكر الكذاب مثلا الاي دي اتش عنده قليل، فبالتالي كل الميه اللي في جسمه بتنزل، فتلاقي الشخص ده بيخش الحمام كتير وبيبول كتير وتلاقيه بيعطش كتير، فهو نفس العرض بتاع مرض السكر، بس هو في الاكشن يعني ما عندوش سكر. طب لو مثلا الاي دي اتش يا عم زي الفل، بس المستقبل بتاعه فيه مشكله، قلت حساسيه المستقبلات للاي دي اتش، فسواء الاي دي اتش قليل او قلت حساسيه المستقبلات للاي دي اتش، الشخص ده هيخش الحمام كتير ويبقى عنده نفس اعراض السكر. زي ما ناخد السكر كمان شويه، ولكن يلا نفرق بين السكر الكذاب والسكر اللي بجد. نفرق ازاي؟ لو قلنا له بكل بساطه روح اعمل تحليل دم، تحليل سكر في الدم، هتلاقي هو السكر الطبيعي كان من كام لكام؟ من 80 ل 120 مللي جرام لكل سنتيمتر مكعب. فالشخص اللي عنده السكر الكذاب هتلاقي السكر طبيعي، انما الشخص اللي عنده السكر بجد لا، هتلاقي السكر اكتر من 120. ولو عمل تحليل سكر في البول، بول الراجل اللي عنده السكر الكذاب مش هيكون مسكر، ما فيهوش جلوكوز، انما بول الراجل اللي عنده السكر الحقيقي هيكون مسكر مليان جلوكوز. لو بصيتوا على اللون، لون الشخص اللي عنده السكر الكذاب هو بينزل ميه كتير فتلاقيها فاتحه ومخففه، انما الشخص اللي نازل معاه سكر في البول فهو الدم فيه ملح فهو معكر، فهو هيكون غامق ومركز. خلي بالك حته البول فاتح ومخفف وغامق ومركز دي اللي بيسموها الكثافه النوعيه للبول. حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ ماشي. انا كده خلصت مين؟ خلصت اول هرمون في هرمونات الجزء العصبي. تاني هرمون معانا يا جماعه اسمه هرمون الاوكسيتوسين. جماعه الرحم زي ما خدناه كان الجدار بتاعه عباره عن عضلات ايه؟ عضلات ملساء. فالاوكسيتوسين ده هرمون منبه لعضلات الرحم. يبقى ده دور الاوكسيتوسين، يعمل انقباض للعضلات الملساء الموجوده في جدار الرحم فتساعد على خروج الولد. يعني هو مهم قوي قوي اثناء الولاده، وده اللي بيسموه الطلق. وعشان كده الست لما يكون بتحزق والولد ما بينزلش يقول لك عندها مشكله في الطلق، فبتاخد الهرمون ده، هرمون الاكسيتوسين، عشان كل ما نعمل انقباض لجدار الرحم اكتر الولد يتزفلط اكتر. ده اول دور للاكسيتوسين. تاني دور للاكسيتوسين، فاكرين الغدد الثدييه؟ وده كان اسمها ايه؟ الجزء المفرز، وده القناه. مين الذي يحفز انتاج اللبن هنا؟ ولكن اللبن ده معلش يعني ما حصلوش اندفاع، ما خرجش. مين الذي يساعد ده في اندفاع وخروج اللبن؟ هو الاكسيتوسين. اشمعنى؟ في عضلات ملساء حوالين الجزء المفرز بتاع الغدد الثدييه، لما الواد يجي يشفط من امه يحصل انقباض للعضلات الملساء تدوس على الجزء المفرز يساعد على اندفاع وخروج اللبن. يبقى مين الذي يحفز انتاج اللبن؟ البرولاكتين. مين الذي يحفز خروج واندفاع اللبن؟ مين اللي شغال ليل نهار صبح وظهر وعصر وكده؟ تكوين اللبن اللي هو البرولاكتين. ولكن مين اللي يشتغل شويه يعني الواد بيشفط ما بيشفطش، بيشفط ما بيشفطش؟ الاكسيتوسين. وده من رحمه ربنا ان الواد طول السنتين بتوع الرضاعه عايز لبن ليل نهار، فبنكون ليل نهار برولاكتين. انما معلش لو اللبن على طول بيندفع ويخرج لوحده كانت الست تمشي تنقط اللبن والواد مش هيلاقي حاجه يشربها. فعشان كده لا، اللبن مش هيخرج غير لما الواد يشفط، ما شفطش مفيش خروج للبن. لحد دلوقتي في اي مشاكل؟ كده خلصت هرمونات الجزء العصبي اللي هو الاي دي اتش والاكسيتوسين. حد واخد باله ان هرمونات الجزء العصبي الاي دي اتش والاكسيتوسين هما الاثنين بيعملوا انقباض لعضلات الملساء؟ حد خد باله ان جدار الرحم عباره عن عضلات ملساء؟ انا ما جبت سيره بطانه الرحم ولا جبت سيره غشاء الرحم ولا جبت سيره غير جدار الرحم. تمام. بعد ما خلصنا هرمون الجي اتش، جماعه هو هرمونات الفصل الخلفي كام هرمون؟ ادي 1
2 3 4 5 6. تمام؟ 5 لوحدهم وواحد لوحده. بعد ما خلصنا كلام على جي اتش، بعد ما خلصنا كلام عن هرمونات الفص الخلفي، يلا بينا نتكلم على هرمون من دول بالتفصيل وغده بالتفصيل. الغده الثانيه معانا هي اسمها الغده الدرقيه. بين قوسين بيسموا الغده الدرقيه غده، برافو عليكم صح؟ غده النشاط. هي الغده الدرقيه دي مكانها فين؟ الغده الدرقيه دي موجوده في الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للقصبه الهوائيه. يا جماعه في كذا سؤال حلو ممكن اقوله في الحصه واتمنى نسيبه واقوله للامتحان. هو فعلا في 5 اسئله هرمونات جامدين ان شاء الله ربنا يعني يجيب على دماغ الواحد ويقوله. يبقى اول حاجه الغده الدرقيه موجوده في الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للقصبه الهوائيه. شكلها عامل ازاي؟ هي شكلها عامل كده. يتكون من فصين بينهم في النص القنطره دي من فصين بينهم برزخ. خلي بالك بيقولوا عليها هي غده حويصليه. عارفين يعني ايه كلمه حويصليه؟ يعني هي محببه. تميل للون الاحمر طبيعي، ما بتصيب افرازها في الدم فاكيد حواليها شعرات دمويه فاكيد لونها احمر. يقول لك تغطى بغشاء من النسيج الضام. شكرا، ما انا عارف ان اي عضو اصلا في جسمي تلاقي ملفوف لفه هدايا كده النسيج ضام عشان مفيش اي حاجه حواليه تاثر عليه وتعوق حركته مثلا او تعوق الشغل بتاعه. يبقى تاني اول حاجه عرفناها في الغده الدرقيه غده مكانها توجد في الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للقصبه الهوائيه. هي غده حويصليه تميل للون الاحمر مغطاه بغشاء من النسيج الضام يتكون من فصين بينهم برزخ. خلي بالك البرزخ ده اكتر يعني انديكيشن اللي هو اكتر حاجه تقول لك ان انت باصص على الغده من قدام. تعرف منين ان المنظر ده امامي ولا خلفي؟ وجود البرزخ. لقيت برزخ منظر امامي، ما لقيتش برزخ كورتين كده يبقى ده منظر خلفي. تمام. هي الغده الدرقيه بتطلع هرمون ايه؟ قبل ما نعرف هي بتطلع هرمون ايه، هنعرف ان الفص الامامي بيطلع لها تي اس اتش يروح يحفز الغده الدرقيه يخليها تطلع هرمون الثيروكسين. تعرف ان هرمون الثيروكسين ده بيخش في تكوين عنصر اليود؟ حد يعرف دلوقتي تكوين الثيروكسين عباره عن ايه؟ يود ومعاه الثيروكسين ده. هرمون الثيروكسين ده عباره عن ايه؟ حد يعرف نحط ايه على ايه نعمل احلى ثيروكسين؟ حمض اميني واحد مع يود نعمل احلى ثيروكسين. طب ايه هي اصلا وظائف الثيروكسين؟ عندي 4 وظائف، ثانيه ثالثه رابعه. اخر حاجه يحافظ على سلامه الجلد والشعر. افتكر من باب المناعه مين الذي يعمل خط دفاع اول؟ الجلد. في الهرمون اللي بيشارك في خط الدفاع الاول كان الثيروكسين انه بيعمل على سلامه الجلد. بعد كده يحفز امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا انا لو واكل اكل فيه سكر الاكل بيمشي في الجهاز الهضمي من سنه ثانيه يتكسر لحد ما يوصل لاخر الامعاء يتكسر لطوب صغير اسمه جلوكوز. كان لازم الطوب الصغير يركب قطر الدم يعني ينزل في الدم عشان يتوزع على الخلايا. طب فكره ان الجلوكوز يركب قطر الدم هي دي اسمها عمليه الامتصاص. فهو بيزود ان الجلوكوز ينزل في الدم، يعني ده من الهرمونات اللي بترفع سكر الجلوكوز. طب يا ترى رفعت سكر الجلوكوز كسرت الجليكوجين ولا عملت ايه؟ لا، هي زودت عمليه الامتصاص. يبقى الوظيفه الثالثه يحفز امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه. الوظيفه الثانيه معانا يؤثر على معدل الايض ويتحكم في الايض. واحنا قلنا الايض حاجه من الاثنين، يا اما بناء يا اما هدم. الجي اتش كان بناء ولا هدم؟ كان بناء. الايض هنا هو الهدم، والهدم هنا هو الحرق، والحرق هنا هو الاكسده، والاكسده هنا هو التنفس الخلوي الهوائي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الجلوكوز يتفاعل مع الاكسجين يطلع 38 اي تي بي وثاني اكسيد كربون وميه. ما هو ده الهدم. هو يعني ايه الهدم؟ يعني انا اخد الجلوكوزه الطوبه اكسرها. يعني ايه اكسرها؟ يعني افعلها مع الاكسجين فيكسر روابطها فيطلع منها الطاقه، فالطاقه تتعامل في صوره اي تي بي. ما هو ده اللي بيسموه الايه؟ وهو ده اللي بيسموه الهدم. جماعه فرق بين الهدم وما بين الهضم. حد يعرف فرق بين الاثنين؟ يعني رغيف العيش لو اتكسر لحتت صغيره بس ده اسمه هضم. طب لو انا قلت لك من الجلوكوزه كسرناها طلع طاقه، طالما في طاقه طلعت يبقى هو ده اللي اسمه الهدم. مين بقى اللي بيأثر على الهدم والحرق والاكسده والكلام ده كله؟ الثيروكسين. حلو قوي. يعني اقدر اقول لك علاقه كده، ما العلاقه بين الثيروكسين والسي او 2؟ طرديه. وكل ما الثيروكسين يزيد الحرق يزيد فثاني اكسيد الكربون انتاجه يزيد هو والميه. حد عنده اي مشاكل؟ ماشي. والوظيفه الاولى للثيروكسين يعمل على نمو وتطور القوى العقليه والجسديه والجنسيه، كل حاجه. ماشي. طب يحصل ايه بقى لو الثيروكسين ده زاد زياده على اللزوم او قل زياده على اللزوم؟ طب خلينا نبدا الاول لانه لو قل زياده على اللزوم قلنا دي حاله مرضيه بنسميها التضخم البسيط. والتضخم البسيط ده لو انت في طفل صغير كنا بنسميه
القماءه، ولو انت في راجل كبير كانوا بيسموه الميكسو ديما. هو يعني ايه القماءه في الطفل الصغير؟ هو مش الثيروكسين بيعمل ايه؟ يعمل على نمو وتطور القوى العقليه والبدنيه والجنسيه. فلو الثيروكسين قليل في الطفل هيأثر على القوى العقليه والبدنيه والجنسيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو من الناحيه الجسديه الراجل ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى جسمه قصير، رقبته قصيره، راسه كبيره. طب من الناحيه العقليه عنده تخلف عقلي. طب من الناحيه الجنسيه عنده تاخر في النضج الجنسي. ما هو بما ان الثيروكسين يعمل على نمو وتطور القوى العقليه والبدنيه والجنسيه، فلو نقص هياثر على القوى العقليه والبدنيه والجنسيه. طب لو انت راجل كبير هيجي لك مرض اسمه الموكسيديما. يعني ايه الكلام ده؟ بما ان الثيروكسين بيخلي في حرق، فدلوقتي في الموكسيديما الحرق والايض يكون قليل. طب ماشي، ده معنى كده ان الاكل اللي انا اكله مش هيتحرق، هيفضل يتراكم في جسمي، فالوزن هتلاقيه عالي. طب ما هو الاي تي بي ده يا جماعه هي دي الطاقه وهي دي الحراره، فلو الحرق قليل جسمي هيكون سقعان، فلو اشتغل التكييف مش هتحمل البروده. طب يا جماعه ما الثيروكسين ده بما ان الغده اسمها غده النشاط، فالهرمون ده هو هرمون النشاط، فلو الثيروكسين الهرمون ده قليل يبقى النشاط قليل، فتلاقي ضربات قلبه قليله، فتلاقي الشخص ده على طول بيحس بالاجهاد او التعب. فاليود ده يا جماعه موجود فين؟ موجود في غذاء وميه وهواء البحر. فدايما بتلاقي الناس اللي عايشه على المدن الساحليه اصلا نادرا ما تلاقي حد بيعاني من تضخم بسيط، ما على طول عنده يود، فعلى طول في ثيروكسين، فعلى طول ما فيش تضخم بسيط. فمين اللي كان بيعاني؟ الناس بتوع وجه قبلي، وعشان كده بقى بيحطوا اليود في الملح. نرجع لكلامنا، علاج الموضوع ده ايه؟ بما ان التضخم البسيط بسبب نقص الثيروكسين بسبب نقص اليود، فهو علاجه اديلي ثيروكسين. وناس يقول لك في الكتاب يقول لك ايه؟ اديله يود. بس بصراحه انا ممكن اعتبر ان اديله ثيروكسين ده العلاج واديله يود ده وقايه. لو احنا مش عايزين يجي لنا تضخم بسيط ناخد مثلا يود، اكل فيه يود. لحد دلوقتي في مشاكل؟ طب يحصل ايه لو الثيروكسين زياده عن اللزوم؟ طب اسال نفسي سؤال، نقص الثيروكسين حصل بسبب نقص اليود، طب زياده الثيروكسين زياده عن اللزوم بسبب زياده مين؟ برافو عليكم، كل مره نقول لكم غلط. زياده اليود زياده عن اللزوم ما تزودش الثيروكسين زياده عن اللزوم. اشمعنى؟ لان لو انا في جسمي في يود كتير، ربنا يخلي لنا الكليه بتاخد اليود الزياده وتنزله في البول، يبقى زياده الثيروكسين زياده عن اللزوم مش بسبب زياده اليود. امال بسبب مين؟ يا عم واحد جاله كانسر في الغده الدرقيه، فالخليه بدل ما بقت كده بقت قد كده، فالافراز بدل ما هو كده بقى قد كده. يا جماعه ركز في الجمله دي، انا لسه قايل لكم دلوقتي زياده الثيروكسين زياده على اللزوم مش بسبب زياده اليود زياده على اللزوم، ولكن زياده اليود تزود الثيروكسين. يعني ايه الكلام ده؟ انا شخص طبيعي مثلا المعدل الطبيعي لافراز الغده الدرقيه عندي من 5 ل 10 مايكرو جرام لكل مش عارف ايه وحده قياس الهرمون، من 5 ل 10. فطبيعي لو انا ما باكلش يود كتير قوي او انا شخص طبيعي يكون 5. طب لو كلت اكله فيها يود كتير اكيد هيبقى 7 8 9 10، بس كله وزن الليميت الطبيعي، كله في حدود النطاق المعقول. انما فجاه لقيت الثيروكسين عندي بقى مليون، لا مش بسبب ان اليود مليون ولا حاجه. فاهمين حاجه؟ بس. طب يحصل ايه لو الثيروكسين زاد زياده على اللزوم بسبب كانسر مثلا؟ هيجي لك مرض اسمه تضخم الجحوظي. تضخم الجحوظي ده اعراضه ايه؟ ان اول حاجه الغده منفوخه، فتلاقي في انتفاخ في الجزء الامامي من الرقبه، وسموه جحوظي لان مع الانتفاخ ده في جحوظ في العينين. ده اول حاجه. تاني حاجه ايه اخبار الحرق؟ هيكون عالي جدا جدا، اي اكل اكله يتحرق، مفيش حاجه تتخزن في جسمي فتلاقي الوزن قليل. طب يا جماعه الحرق على طول كتير، فالحراره في جسمي عاليه، فلو الشخص ده طلع في الشمس ما يستحملش الحراره. الهرمون اسمه هرمون النشاط، فلو ده ضربات قلبه قليله ده ضربات قلبه كبيره. اخر حاجه التهيج العصبي. يبقى اول حاجه بتسبب انفعال غير مبرر وتهيج عصبي هو زياده الثيروكسين. طب علاج الراجل ده حاجه من الاثنين، زي ست ام كلثوم كده كان عندها اوبشن من الاثنين. لو انت عايزه تتعالجي فعليا كنا نعمل ايه في الغده الكبيره؟ استئصال. ولكن لو كان عملوا لست ام كلثوم استئصال ما كانتش هتعرف تغني، كان هيأثر على الاحبال الصوتيه، فساعتها هيستعملوا ايه؟ مركبات طبيه خاصه. انت بتعاني من ايه؟ ضربات قلبك سريعه؟ خدي الدواء ده يقلل لك ضربات قلبك. عندك الحرق زياده؟ خدي الدواء ده يقلل لك الحرق. يبقى العلاج بحاجه من الاثنين، يا اما مركبات طبيه تعالج الاعراض، يا اما العلاج الفعلي الجذري استئصال جزء من الغده الدرقيه. في اي مشاكل؟ واهم حاجه في الغده الدرقيه الجمله اللي اتذكرت فيها مفيش امتحان بيخلو منها هي التغذيه الرجعيه السالبه والتغذيه الرجعيه الموجبه. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عملت لكم جدول كده وعملت لكم كده 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 مثلا ايه؟ ماشي، كتبت لكم هنا تي اس اتش وهنا الثيروكسين، دي اسمها تغذيه رجعيه موجبه
ودي اسمها تغذيه رجعيه سالبه. بصوا بقى معايا يا جماعه، لو ده دلوقتي الفص الامامي وده التي اس اتش، راح للغده الدرقيه خلاها تطلع هرمون الثيروكسين. لو انا قلت لكم الغده النخاميه دي زاد نشاطها زياده على اللزوم، فافراز التي اس اتش هيكون عامل ازاي؟ عالي. فيروح للغده الدرقيه يخليها تطلع ثيروكسين كتير. ايه ده؟ كتير وكتير، مش دول زي بعض؟ يبقى دي اسمها تغذيه رجعيه موجبه. ودايما في التغذيه الرجعيه الموجبه مين اصلي المصيبه؟ تحت ولا فوق؟ لا، والمصيبه فوق. يبقى لما يكون الاثنين زي بعض دي اسمها تغذيه رجعيه موجبه والمصيبه فوق. يعني لو طب يحصل ايه مثلا لو الغده النخاميه قل نشاطها زياده على اللزوم؟ التي اس اتش قليل فيروح للغده الدرقيه خليها تطلع ثيروكسين قليل. قليل وقليل اثنين زي بعض، قليل وقليل اثنين زي بعض، يبقى دي تغذيه رجعيه برضو موجبه، والمصيبه في مين برضو؟ فوق. يبقى لو ده زياده وزياده، لو ده ناقص وناقص، دي التغذيه الرجعيه الموجبه. طب يحصل ايه لو انا ببص مثلا على الغده الدرقيه لقيت فيها خمول ولقيت افرازها للثيروكسين قليل قوي؟ فساعتها هنبعت اشاره للغده النخاميه ونقول له والنبي زود لنا التي اس اتش، اصل الثيروكسين قليل وكتير، اتنين زي بعض ولا عكس بعض؟ طالما الاتنين عكس بعض يبقى تغذيه رجعيه سالبه، والمصيبه كانت فوق ولا تحت؟ والمصيبه تحت. زي مثلا نقص الثيروكسين مثلا زودت التي اس اتش. طب يلا مثلا نقول ايه؟ الغده الدرقيه دي فيها كانسر، فافرازها للثيروكسين كان عالي قوي قوي قوي، فنبعت للغده النخاميه ونقول لها والنبي بص ايدك قلل لنا التي اس اتش، زاد وقليل اتنين عكس بعض، طالما الاتنين عكس بعض يبقى تغذيه رجعيه. والمصيبه كلمه السر مفيش امتحان بيخلو منها. لو انا قلت لك الثيروكسين زايد قوي زياده على اللزوم، قد يكون ايه المشكله؟ قد يكون الفص الامامي فيه مشكله فزود التي اس اتش فراح للغده الدرقيه فخلاها تطلع ثيروكسين كتير، ودي تغذيه رجعيه موجبه، والمصيبه فين؟ المصيبه فوق. او قد يكون يا عم الغده الدرقيه هي اللي فيها مشكله، فيها كانسر، فطلعت ثيروكسين زياده، فنلاقي ان الفص الامامي بيطلع تي اس اتش قليل، فدي ساعتها يبقى تغذيه رجعيه سالبه والمصيبه تحت. طب انا ما هنا مش مديك في السؤال هي الغده النخاميه حلوه ولا وحشه، التي اس اتش كتير ولا وحش، بس مديك هنت وبقول لك خلي بالك ان الفص الامامي افرازه للاف اس اتش والال اتش طبيعي. تفهم من كده ان مفيش مشكله فوق، تفهم من كده ان ده اصل المشكله. حد عنده مشكله؟ تمام كده خلصنا الغده الدرقيه اللي هي اسمها غده النشاط. سؤال من الاسئله اللي هجيبها لكم في الامتحان، يتاثر افراز الثيروكسين باختلاف البيئه الجغرافيه، والسؤال ده اظهر اكتر من نوعين. الاماكن اللي في الساحل ده اول اختيار. حد يعرف يقول لي تاني اختيار؟ بالوسط اللي حوالينا. دايما واحنا سقعانين والجو ساقعه كرد فعل الجسم بتاعي ان يزود الحرق عشان يزود الطاقه، عشان كده في الشتاء بنجوع. ليه في الشتاء بنجوع كتير؟ الجو ساقعه فجسمي سقعان، فكمحاوله من الجسم ان يرفع حراره جسمي فيزود لي الحرق سنه سنه عشان يطلع لي طاقه اكبر، عشان كده بنجوع على طول في الشتاء. دي حته لطيفه. تمام؟ بعد ما خلصنا كلام على الغده الدرقيه وقف ونمسح. حد عنده اي اسئله؟ تاني غده هنتكلم عليها هي الغده القذريه او الغده الفوق كلويه، ودي مش غده واحده دول اتنين، يبقى اسمهم الغدتين القذريتين او الغدتين الفوق كلويتين. فوق كل كليه في غده، الغده دي سموها الغده الفوق كلويه. الغده دي هي عباره عن منطقتين، المنطقه اللي بره اسمها القشره والمنطقه اللي جوه اسمها النخاع. بالمناسبه لو غده الغده الدرقيه قالوا عليها غده النشاط، فالغده القذريه بيسموها غده الانفعال والتركيز. المهم نرجع لكلامنا. القشره كان مين اللي بيعمل لها ستيميوليشن تحفيز؟ كان الفص الامامي بيطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش يروح للقشره تخليها تطلع الهرمونات بتاعتها. ايه هي الهرمونات بتاعتها؟ هي دي اللي بيسموها الاسترويدات، ودول عددهم 7. اول عيله من الاسترويدات اللي الاي سي تي اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه بيروح ينشط القشره ويخليها تطلع الهرمون بتاعتها، حاجه اسمها مجموعه الهرمونات السكريه، ودول عددهم 2. يبقى اول 2 من ال7 واحد اسمه الكورتيزون وواحد اسمه الكورتيكوستيرون. الكورتيزون والكورتيكوستيرون موجودين عندك في الكتاب معلومه واحده، بس انا اقول لك حوالي 5-6 معلومات كلهم مهمين يعني ما يختلفوش عن بعض. المعلومه اللي عندك في الكتاب يقول لك ايه؟ ينظم الايض الكربوهيدرات بس وسبق ومشي. كل الكلام ده كله زياده. يعني ايه بقى ينظم ايض الكربوهيدرات؟ تعرف ان الكورتيزون انا قلتها في اول مثال على فكره بالمناسبه في جي اتش، بيحول الحاجات اللي مش كربوهيدراتيه الى مصادر كربوهيدراتيه. ايه ده؟
معنى كده ان هو بيرفع سكر الجلوكوز في الدم. بالمناسبه يا جماعه الكورتيزون والكورتيكوستيرون من الحاجات اللي بتعمل، مش مهم تعرف الجمله دي، ووتر ريتنشن، بتزود الملح في الخرطوم فتخلي الملح يشد الميه. احنا قلنا احنا بنرفع الضغط بطريقتين، يا اما نريق الخرطوم يا اما نفتح الايه؟ هو ده من اللي بيفتح الحنفيه، يعني من الاخر بيرفع ضغط الدم. اخر وظيفتين في الكورتيزون والكورتيكوستيرون وخدناهم في المناعه وهناخدهم في المناعه، ان هو انتي انفلاماتوري، مضاد للالتهاب. فاكرين خط الدفاع الثاني والثالث؟ ما كانش فيه خط دفاع ثاني وثالث، فهو كان حاجه بتثبط المناعه. عشان كده اي حد بيزرع عضو جديد او كده بيمشي فتره كبيره قوي على الكورتيزون عشان الجسم ما ياخدش باله انه في عضو جديد فيروح يهاجمه، فبيثبط المناعه. عشان كده اي فيروس بربع جنيه في الفتره دي قادر انه يشارب البني ادم ويموته. تمام؟ كده خلصنا مجموعه الهرمونات السكريه، وسموها سكريه عشان ترفع الجلوكوز وترفع السكر. تاني مجموعه هرمونات معانا اسمهم الاستروي، اسمهم انا اسف الالدسترون. الالدسترون ده حضرتك بيعمل ايه؟ زي الاي دي اتش، بيروح للكليه بس ما بيقولهاش هات الميه، امال بيقول لها هات ايه؟ بيعمل اعاده امتصاص اختياري للصوديوم. وده راجل محترم، خد حاجه بيرجع قصادها حاجه، بيقول لها هات الصوديوم وخدي بداله مين؟ وخدي بداله بوتاسيوم نزليه في البول، انا مش محتاجه. بس هي دي الجمله اللي عندك في الكتاب. طب يلا نطلع بالاستنتاجات. يا جماعه ايه العلاقه بين الالدسترون والصوديوم في الدم؟ لا ننجز بقى طردي. العلاقه بين الالدسترون والبوتاسيوم في الدم عكسي. العلاقه بين الالدسترون والبوتاسيوم في البول طردي. العلاقه بين الالدسترون والصوديوم في البول عكسي. اللي مش فاهم يقول لي اتكلم براحه، بس اعتقد ده كله كلام قديم. ما عنديش اجابه والله، ما اعرفش اشمعنى. لا عندي اجابه، استغفر الله العظيم يا لساني. جماعه بعد ما خلصنا من المعلومه الاولانيه دي، في معلومه ثانيه مهمه قوي ناخد بالنا منها، ان اسموزيه الصوديوم اعلى من اسموزيه البوتاسيوم. مش الاثنين ملح والاثنين بيشدوا الميه؟ شفطه الصوديوم اعلى من شفطه البوتاسيوم. فعشان كده لما الالدوستيرون يشتغل ويرجع صوديوم اكتر، الصوديوم الاكتر يشفط ميه اكتر، يبقى كده بنعمل ايه في ضغط الدم؟ رفعنا ضغط الدم. عشان كده حد عنده مشكله مع الالدوستيرون؟ ثالث هرمون معانا مجموعه الهرمونات الجنسيه، ودول عددهم 4. الهرمونات بتاعت الراجل دول الاندروجينات، ودول 2، التستوستيرون والاندوستيرون. طب ومجموعه الهرمونات الانثويه دول الاستروجين والبروجسترون. دول الاثنين الهرمونات الجنسيه اللي في الراجل والست. ايه ده؟ يعني لو الراجل عنده خصيه بتطلع مثلا 10 هرمونات ذكوره، ايه ده؟ الراجل عنده قشره بتطلع هرمونات ذكوره وهرمونات انوثه، يعني الراجل فيه هرمونات انوثه. الطبيعي ان الخصيه بتطلع 10 مثلا القشره بتطلع 10 ذكوره و10 انوثه، ما لو كان الراجل كله ذكوره بس كان يبقى غشيم زياده على اللزوم. تمام؟ ده الطبيعي. ولو دي ست هتلاقي المبيض بتاعها مثلا بيطلع 10 انوثه، وتلاقي القشره بتاعتها بتطلع 10 ذكوره و10 انوثه. طب يحصل ايه لو وقت مثلا انا بصنع الهرمونات في القشره، لو ده راجل مثلا جيت على هرمونات الانوثه، كان عندي مواد خام اكون بيها هرمونات، فكونت مثلا حوالي 30 40 هرمون انوثه، فالراجل ده يظهر عليه ايه؟ يظهر عليه عوارض الانوثه على الرجال. طب لو الست دي ست مثلا وكان عندها مثلا المبيض بتاعها بيطلع 10 انوثه، والقشره بتاعتها اتجننت، بدل ما تطلع 10 ذكوره و10 انوثه طلعت مثلا 40 50 ذكوره، يظهر عليها عوارض الذكوره. ده عادي بيتحل وده عادي بيتحل. المصيبه الكبرى بقى في مين؟ في حاله لو حصل تورم للقشره. يحصل ايه؟ في حاله تورم للقشره بقى يا جماعه، الراجل مثلا عنده الخصيه بتطلع 10 ذكور، عنده القشره بقى بتاعتها في حاله التورم هتطلع مليون ذكوره ومليون انوثه، الهرمونات بالملايين. طب تصحى كده الخصيه من النوم تقول لك كده انا كنت بطلع 10 وهم بيطلعوا 10 و10، فجاه تلاقي مليون ومليون، تقول لك انا هم واقفين على 10 بتوعي، النهارده انا هطلع 9 بس، اليوم اللي بعده 8 بس، 7 بس، 6 بس، اليوم اللي بعده تصحى وتنام ما تشتغلش. ما في بقى ملايين خلاص مش محتاجين حاجه. فمرور الوقت العضو الذي لا يستعمل يضمر، فتلاقي الشخص ده مثلا ايه؟ جاله ضمور في الخصيه وبقى عقيم. عشان كده الناس اللي بتروح الجيم ما تاخدش حقن فيها كورتيزون كتير، حقن فيها استرويدات كتير. هتاخد حقن فيها هرمونات ذكوره وهتفرح لك بعضلاتك، بس الخصيه بتاعتك مش هتشتغل، تيجي تتجوز يبقى عندك ضمور ما تعرفش تخلف. عشان كده اغلب لعيبه كمال الاجسام بتلاقي اصلا مش مخلفين، واللي مخلف واحد بالسحتوت اساسا، بيطلعوا روح كمان. حد عنده مشكله في كده؟ بعد ما خلصت كلام على القشره يلا نتكلم على النخاع. النخاع ده انا ما جبت سيرته ليه؟ لان هو ده اللي كان بيطلع هرمونات الخوف، اللي هي هرمونات النجده والطوارئ، الادرينالين والنور ادرينالين، تحت تاثير
عصبي مش هرموني. ده اللي كان فاكرين المثال اللي كنت عامله من شويه ده، لما كان في عصب بيكهرب غده، الغده دي هي النخاع اللي بتطلع هرموناتها تحت تاثير عصبي، عشان كده افرازاتها بتكون سريعه ومفيش فيها استمراريه. ايه اهميه الادرينالين والنور ادرينالين؟ وقت ما يطلع عليك كلب انت عايز طاقه وتجري، صح؟ تعرف تخلع. طب الطاقه دي هجيبها منين؟ من جلوكوز واكسجين. فاول حاجه بتعملها الادرينالين والنور ادرينالين يزود معدل التنفس، ما انت عندكش غير فتحتين مناخير، هتلاقي الرئه بتاعتك يزود معدل التنفس. تاني حاجه انت عايز سكر، اكيد مش هتقف عند عصاره تجيب لك مثلا كوبايه عصير، امال هتعمل ايه؟ هنحول الجليكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات لمين؟ لجلوكوز. كده بقى معانا سكر ومعانا جلوكوز. عايزين يوصلوا للجسم بسرعه، عشان كده يعمل ايه في القلب؟ يزود قوه وانقباض ضربات القلب. طب القلب بيضخ جامد وفي جلوكوز كتير في الاوعيه الدمويه واكسجين كتير، بس الجلوكوز والاكسجين ماشي في الاوعيه الدمويه بيتمرقع، فكان لازم اعمل ايه للاوعيه الدمويه؟ اعمل انقباض عشان ارفع ضغط الدم فيروح بسرعه. مش محتاج اكتب ولا اكتب. عشان كده لما اجي اسالك هل دي ينفع نعملها؟ لو انا كتبت هنا مجهود بدني وهنا الادرينالين والنور ادرينالين، الكاميرا شغاله؟ ايه العلاقه بين المجهود البدني والادرينالين والنور ادرينالين؟ طردي ولا عكسي؟ بصوا، لو طب ايه العلاقه بين المجهود البدني والاي دي اتش؟ ايه؟ طردي. طردي. بصوا بقى، ليه كده قلت لكم حته المجهود البدني والادرينالين؟ في اسئله من اسئله حصص مصر جايب لي 4 علاقات بيانيه ويقول لك طلع الغلط. في هنا مجهود بدني واي دي اتش، في هنا مجهود بدني وادرينالين، في هنا مجهود بدني وجلوكاجون، في هنا مجهود بدني وكالسيتونين بتاع الكالسيوم والكلام ده. مين الاجابه الغلط؟ بتاع الكالسيتونين. تقول ايه ده؟ ينفع كلهم؟ وقت الخوف دايما او وقت المجهود البدني انت عايز سكر، فاي هرمون يرفع سكر حطه معاك. هو مش الادرينالين كده رفع السكر؟ خدنا كام هرمون رفع السكر لحد دلوقتي؟ خدنا الثايروكسين عن طريق ان هو زود الامتصاص، وخدنا الادرينالين والنور ادرينالين حول الجليكوجين لسكر. فاي حاجه تلاقيها مع المجهود البدني وتلاقيها بترفع سكر هاتوا معانا. مين يا جماعه هرمون التركيز والانفعال والاسترس وكده؟ عشان ما قلناهوش، الكورتيزون والكورتيكوستيرون. انما مين هو هرمون النجده والطوارئ؟ الادرينالين والنور ادرينالين. حد عنده مشكله مع النخاع؟ بعد كده نتكلم العضو اللي جاي معانا هو البنكرياس. بصوا بقى يا جماعه، احنا جبنا سيره البنكرياس في الاول خالص لما قلنا ستيرلينج اول ما الاكل وصل للاثنى عشر، الغشاء المخاطي المبطن للاثنى عشر طلع مين؟ طلع مواد كيميائيه مشيت في الدم راحت للبنكرياس قالت له طلع العصاره فين؟ في قناه خاصه بيك. واحنا خدنا ان البنكرياس ده غده مشتركه، يعني فيها الاثنين، فيها جزء قنوي وجزء لا قنوي. يعني ايه الكلام ده؟ لما جينا ناخد مقطع كده عرضي في البنكرياس لقينا خلايا محببه كده موجوده من بره، ايه ده؟ دي خلايا حويصليه. ولقينا من جوه شويه خلايا عامله شبه الجزيره كده. الخلايا دي سموها اكتشاف عالم اسمه لانجرهانز وعامله شكل الجزيره فسموها ايه؟ جزر لانجرهانز. المهم الاكل لما وصل للاثنى عشر الغشاء المخاطي طلع ماده كيميائيه، المهم يعني راحت خلت البنكرياس يطلع العصاره البنكرياسيه في قناه. مش ده الجزء القلوي؟ مين بقى اللي هنا الخلايا الحويصليه ولا جزء اللانجرهانز دي؟ هي دي الجزء القلوي اللي طلعت افرازها في قناه الخلايا الحويصليه دي. يبقى من هنا ورايح لما اقول لك الغشاء المخاطي المبطن الاثنى عشر طلع ماده كيميائيه راحت للبنكرياس، لا راحت للخلايا الحويصليه بتاعه البنكرياس، هي دي اللي خلتها تطلع العصاره فين؟ في قناه خاصه بها. اذا الخلايا الحويصليه تعمل كجزء قنوي. ايه ده؟ احنا سمعنا كلمه خلايا حويصليه مرتين، سمعناها في الغده الدرقيه والخلايا الحويصليه تعمل كغده صماء، وهنا الخلايا الحويصليه تعمل كجزء قنوي. خلصنا من الموضوع ده. جماعه يبقى الخلايا الحويصليه هي اللي بتطلع العصاره البنكرياسيه في قناه. حد يعرف ايه هي العصاره البنكرياسيه؟ طب من غير ما نقول ايه هي العصاره البنكرياسيه عشان ننجز، هو الاكل لما وصل للاثنى عشر الغشاء المخاطي طلع مواد كيميائيه، صح؟ المواد الكيميائيه دول هرمونين زي ما هناخدهم كمان شويه عشان ما لهمش تاني. هرمون اسمه السكريتين وهرمون اسمه الكوليشيستوكاينين. السكريتين والكوليشيستوكاينين دي هي المواد الكيميائيه اللي هتمشي في الدم وتروح للبنكرياس تخلي البنكرياس يطلع العصاره البنكرياسيه في القناه. حد يعرف ايه هي محتوى العصاره البنكرياسيه؟ 4 حاجات. جماعه احنا كنا جايين من معده، من معده حمضيه، تمام؟ فهنا ممكن الحمض يجي هنا عشان كده، وده البنكرياس. عشان كده تلاقي البنكرياس بيطلع اول حاجه بيكربونات الصوديوم تعادل الحمضيه. تاني حاجه العصاره البنكرياسيه بتطلع اميليز بيكسر نشا. مش مهم قوي تعرف اللي انا بقوله على قد ما تفهم المغزى. بيطلع حاجه اسمها تريبسينوجين بيتحول لتريبسين مش مهم بيكسر البروتين. بيطلع حاجه اسمها اللايبيز بيكسر الدهون. اقصد اقول لك من الاخر ان العصاره البنكرياسيه بتهضم جميع انواع الطعام.
ليه؟ العصاره البنكرياسيه بتهضم جميع انواع الطعام عشان فيها كل الانزيمات اللي بتهضم جميع انواع الطعام. طب مين اللي خلى الانزيمات اللي بتهضم كل انواع الطعام تطلع؟ الهرمونين اللي اسمهم السكريتين والكوليسيستوكاينين. يعني انا اقدر اقول لك العصاره البنكرياسيه افراز العصاره البنكرياسيه يعتمد على تاثير هرموني ولا عصبي؟ افراز العصاره البنكرياسيه يعتمد على تاثير هرموني. مين هم الهرمون ده؟ السكريتين والكوليسيستوكاينين. يا رب يكون حد فاهم حاجه. اما اجي اقول لك ايه الانزيمات التي هضمت جميع انواع الطعام، تقول لي الاميليز والتريبسينوجين واللايبيز. مش مهم السؤال ده، انما لما اجي اقول لك ما هي الهرمونات التي ساعدت في هضم جميع انواع الطعام، تختار السكريتين والكوليسيستوكاينين. الحاجه اللي زودوها في الكتاب الجديد، زودوا دول الكالسيتونين. قال لك على فكره سطر زياده بس، الزيادات هقولها لكم في الاخر بس كلها زيادات هطس. الحاجه الفعليه اللي زادت دور الكوليسيستوكاينين الزياده، انه فاكرين الكبد كان عنده حاجه اسمها الحويصله الصفراويه، تدوس عليها كانت تطلع العصاره الصفراويه في قناه كده. الكوليسيستوكاينين بيحفز من انقباض الحويصله الصفراويه عشان يطلع العصاره الصفراويه في قناه. يعني لو انا ربطت الحته دي بسؤال دلوقتي على السبوره، الهرمون ده خلى العصاره البنكرياسيه تطلع في قناه. يعني الافراز القنوي اعتمد على تاثير هرموني، وفي نفس الوقت الكوليسيستوكاينين هرمون خلى الحويصله تنقبض فيطلع عصاره صفراويه في قناه. فده اهو الجزء القنوي اهو اثر عليه جزء هرموني. يا رب نكون احنا فاهمين احنا بنقول ايه اصلا. نيجي بقى بص على جزء لانجرهانز، لقينا خلايا عددها كتير قوي 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 وخلايا عددها قليل. الخلايا اللي عددها قليل يا جماعه اللي بالاسود دي سموها خلايا الفا. خلايا الفا دي بقى اللي عددها قليل بتطلع هرمون اسمه الجلوكاجون. هرمون الجلوكاجون ده بيحول الجليكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات. غلط، ركز فيها. الجلوكاجون بيحول الجليكوجين اللي موجود في الكبد فقط الى جلوكوز. تاني، يعني في جزء اللانجرهانز دي في خلايا عددها قليل اسمها الفا بتطلع هرمون اسمه الجلوكاجون، بيحول الجليكوجين اللي في الكبد الى سكر. اذا الجلوكاجون من الهرمون اللي بيرفع سكر الجلوكوز في الدم. اذا لما انا اكون صايمين زي دلوقتي السكر في جسمنا واطي، فجسم احنا ما بناكلش سكر، السكر واطي، فخلايا الفا بتاع جزر اللانجرهانز بتاعه البنكرياس بتطلع لنا الجلوكاجون دلوقتي عشان تحول لنا الجليكوجين اللي في الكبد الى سكر. وبالتالي متى يفرز الجلوكاجون؟ لما السكر يكون قليل علشان يزوده لحد فين؟ ركز معايا. كل حاجه ربنا خلقها لنا، وفي حاجه في خصائص الهرمونات ما قلتهاش، قلت اقولها دلوقتي، ان الهرمون بيحافظ على حاجه اسمها الاتزان الداخلي. يعني ايه الاتزان الداخلي؟ احنا فريق كوره جسمنا مليان سكر وميه وملح ايونات صوديوم وبوتاسيوم كلور، فسبحان الله ربنا خلق كل شيء بقدر، كل حاجه بكميه معينه، لا تزيد عن الطبيعي ولا تقل عن الطبيعي. طب يحصل ايه لو الميه في المستوى الطبيعي؟ ايه الهرمون اللي يطلع؟ طول ما الحاجه طبيعيه نورمال مفيش هرمون يطلع. طب لما الميه تقل زياده على اللزوم ربنا يجيب لنا الاي دي اتش يزودها، يعني يرجعها للطبيعي. طب لو الميه زادت عن الطبيعي يخلي الاي دي اتش ما يشتغلش عشان الميه ترجع للطبيعي. كل حاجه السناب بتاعنا دايما الطبيعه اللي ربنا خلقها. فيقول لك الجلوكاجون بيطلع امتى؟ لما السكر يكون قليل من الطبيعي، فيجي الجلوكاجون عشان يزوده ويرجعه للطبيعي. حد فاهم انا بقول ايه؟ ماشي. طب حد سأل نفس السؤال، ليه الفا عددها قليل؟ نبدأ نصحصح كده يا جماعة وننشط نفسنا. عشان ايه الجلوكاجون بيعمل؟ اللي بيرفع سكر جلوكوز. ما انا عندي 7000 هرمون بيرفع السكر، انما مين بقى اللي عددها كبير؟ عشان ما فيش غيرها خلايا بيتا الحمراء، دي بتطلع الانسولين. وبكل بساطة الانسولين بيقلل السكر الجلوكوز. فالانسولين بيطلع امتى؟ لما السكر يكون زيادة في الدم علشان يقلله. طب هيقلله ازاي؟ ركزوا معايا يا جماعه. الوشوش بدا يظهر عليها الزهق، بالله عليكم انا يعني عشان ننشط بعضينا، تمام؟ لو ده دلوقتي الجلوكوز اللي في الدم الطبيعي وكلت طبق بسبوسه، فاكيد الجلوكوز هيزيد زياده على اللزوم، فساعتها كان لازم ربنا يطلع لنا الانسولين. طب هو الانسولين اللي هيطلع ده هيعمل ايه؟ هيقلل السكر اللي موجود في الدم. ازاي؟ بطريقتين. الطريقه الاولانيه، مش دي خليه زي اي خليه في الجسم عليها مستقبل للانسولين. بالمناسبه الانسولين عليه مستقبلات على كل خلايا الجسم، يعني الانسولين بيشتغل على كل خلايا الجسم. مين الهرمونين التانيين اللي بيشتغلوا على كل خلايا الجسم؟ الجي اتش والثيروكسين. الثيروكسين بتاع الايض بتاع الحرق كل خلايا، الجي اتش بيكبر كل حاجه. دول الثلاث هرمونات اللي بيشتغلوا على الجسم كله، يعني عندهم مستقبلات على خلايا الجسم كله. المهم لما السكر يكون زياده ربنا يطلع لنا الانسولين، واول ما الانسولين يمسك فين؟ في المستقبل، الخليه تتفتح، فالجلوكوز الزياده يدخل
جوه، هيدخل يعمل ايه؟ جلوكوز كتير، اكسجين كتير، حرق، اي تي بي، انتاج طاقه. بناء ولا هدم؟ هدم. ده اول طريق. الطريق الثاني، الجلوكوز الزياده ده الانسولين ياخده يوديه الكبد يحوله ليه جلايكوجين، او الجلوكوز الزياده ده الانسولين ياخده يحطه في الخلايا الدهنيه، يحطه في صوره دهون. يعني الجلوكوز الزياده الانسولين ياخده يحطه في صوره دهون تتراكم تحت انسجه الجسم المختلفه. يخيل الينا ان مفيش دهون غير تحت الجلد، في كل حته في دهون على الكبد، في كل حته دهون. طب هو انا ان الانسولين يحول الجلوكوز الزياده لجلايكوجين او يحولها لدهون، ده بناء ولا هدم؟ ده بناء ولا هدم؟ بناء. ايه ده؟ ده اول هرمون اخدته الوحيد اللي يعمل هدم واللي يقدر يعمل بناء. طب سؤال، امتى ده يحصل وامتى ده يحصل؟ على حسب. الحته دي مهمه، فيها سؤال في الامتحان والله ما حد يعرف يحله استنادا لهذه الفكره. امتى يحصل الهدم؟ لو انا هاكل طبق الحلويات ده واروح العب كوره، كل الانسولين يدخل كل الجلوكوز للخلايا عشان يطلع طاقه. انما لو انا اكل سكر وانام، هنمشي سكه البناء. عشان كده لما ناكل سكر قبل النوم وزننا بيزيد. حد عنده مشاكل في اللي انا بقوله؟ ركز بقى في الحاجات اللي انا بقولها كويس جدا. الملحوظات دي جماعه، الجلوكوز عشان يدخل الخليه لابد ان الانسولين يمسك في المستقبل. مين السكر الوحيد اللي يدخل الخليه من غير استئذان، من غير اي مستقبلات؟ الفركتوز. الفركتوز يعني يوم ما انا مثلا ايه، الفركتوز ده سكر الفاكهه، فانا خاف على عيان السكر، ما خافش عليه من كيلو فواكه، بس خاف عليه من حته بسبوسه بربع جنيه كده. ليه؟ كيلو الفواكه مليانه فركتوز، فالفركتوز سكر هيخش الخليه من غير استئذان، مش محتاج انسولين. انما حته البسبوسه ده جلوكوز، فعشان الجلوكوز يدخل كان محتاج. ومريض السكر اصلا مشكلته ان الخلايا، يعني مشكلته حاجات كتير، بس المهم اهم حاجه في السكر ان الانسولين افرازه، ركز في الحته دي، فالانسولين افرازه قليل، فالجلوكوز في الدم هيفضل موجود زياده، فالجلوكوز الكتير هينزل في البول، طب الجلوكوز هو نزل في البول هيشد معاه ميه، فتلاقي الشخص ده بيخرج الجلوكوز بتاعه في البول كتير، وتلاقيه الجلوكوز بيشد ميه فبيعطش كتير وبيتبول كتير. هو ده السكر الحقيقي اللي الانسولين عنده قليل، والسكر في الدم كتير، والسكر في البول كتير، وبيشد الجلوكوز بيشد ميه كتير، وبيخش الحمام كتير. هو ده مرض السكر. اذا حد يعرف يقول لي ايه الصفه المشتركه بين التضخم الجحوظي ومريض السكر؟ يا جماعه الحصه انا مش قلقان عليكم ان في ناس فقدت الاستيعاب، عادي كده كده الحصه مسجله وارجع اسمعها تاني تبقى زي الفل. فتمام، فاحنا عايزين ننجز مع بعض واشوف وشوش بالله عليكم زي اول الحصه. ايه الفرق بين الجحوظي والسكر؟ ايه الصفه المشتركه؟ انا اسف. في الوزن. طيب الاثنين وزنهم قليل. ليه؟ ما هو لما يبقاش فيه انسولين الجلوكوز مش هيتعامل في صوره دهون، فالشخص هيبقى وزنه قليل زي التضخم الجحوظي. جماعه السؤال اللي مشهور لكره الدم الحمراء، متى كره الدم الحمراء المنكمشه تصبح منفوخه؟ ومتى كره الدم الحمراء المنفوخه تصبح منكمشه؟ الله على الاسئله. فوقوا بقى معايا الله يبارك لكم. امتى كره الدم المنكمشه تبقى منفوخه؟ لا، لو حطينا اي دي اتش. لو الاي دي اتش كتير هيرجع ميه كتير، مش الدم ده كان شويه سائل وخلايا، انا كره الدم حمراء حواليا سائل، فلو الاي دي اتش كتير هيرجع ميه كتير تخش للميه القليل، فيتحول الخليه المنكمشه الى خليه منفوخه. طب متى تصبح الخليه المنفوخه منكمشه؟ عند مريض السكر. ليه؟ الجلوكوز كتير، انا كره دم حمراء، الجلوكوز كتير، فالجلوكوز كتير ملح كتير هيشد الميه اللي عندي، فانا من خليه منفوخه هبقى خليه منكمشه. جماعه بصوا معايا على هذا المنحنى الجميل، لو ده المستوى الطبيعي الاحمر ده مستوى الجلوكوز، ركزوا معايا، لو ده المستوى الطبيعي للجلوكوز، بصوا الجلوكوز زاد هنا، ده الف، ده ب، ده جيم، ده دال، ده ه، ده واو. جماعه ايه اللي يزود الجلوكوز من الف لب؟ كلت اكل فيه حلويات، فساعتها مين اللي يجي من ب لجيم؟ الانسولين عشان يقلله ويرجعه للطبيعي. صمت وما اكلتش، ساعات ما اكلتش، فالسكر رجع نزل، مين اللي يرجع من ده لايه؟ الجلوكاجون. بعد ما السكر يبقى قليل يجي الجلوكاجون عشان يزوده، زاد ورجع للطبيعي. مين اللي يجي يزوده؟ حاجه من الاثنين، يا اما اكلت حلويات يا اما الاستثناء الوحيد. مش انا قلت لكم طول ما الحاجه نورمال مفيش حاجه تيجي تزودها ولا حاجه تقللها الا الاستثناء الوحيد. انا دلوقتي السكر عندي طبيعي، بس شفت كلب، فاول ما اشوف كلب السكر بتاعي هيزيد جامد بسبب مين؟ الادرينالين والنور ادرينالين. يبقى الادرينالين والنور ادرينالين ده هو ده الهرمون الوحيد اللي يلاقي الحاجه طبيعي
ويزودها عن الطبيعي. ليه؟ لان الوضع نفسه مش طبيعي، في كلب بيجري ورايا فهي ظروف مش طبيعيه، فلازم اعمل حاجه مجنونه. في مشاكل، خلي بالك عشان الحته دي ممكن تتسال فيها. مرض السكر نوعين، مرض السكر النوع الاولاني والنبي لما تفصل قليل، ومرض السكر النوع الثاني. مرض السكر النوع الاولاني يا جماعه هو الاكثر خطوره والاقل انتشارا، هو الاكثر خطوره والاقل انتشارا. يعني ايه الكلام ده؟ الشخص ده اللي بيجي للعيل وهو صغير والوضع فيه بيكون خطر، والحمد لله ان هو مش كتير. الشخص ده بكل بساطه خلايا بيتا مضروبه فما عادش فيه انسولين، فيعيش ويموت طول عمره بياخد انسولين. انما النوع الثاني هو الحمد لله الاكثر شيوعا والاقل خطوره، وبيجي عند الناس من سن ال 40 على سن كبير، يقول لك جاله السكر على كبر. ده بكل بساطه الخليه اهي والمستقبل اهو والانسولين اهو، بيتا مش بايظه، ولكن قلنا الخليه هتبص له بقرف وتقول له ايه؟ وخصمات ابعد عني مش طايق. ليه؟ في حاجه حالت بين الانسولين ومستقبلها، الانسولين موجود بس مش هيقفش في المستقبل، بيشرب سجاير، سمع خبر وحش، وزنه زاد، يبطل العادات دي كلها، الدنيا ترجع تمشي زي الفل. فعشان كده ده اقل خطوره. في مشكله؟ قولي كملي تاني عشان عايز اوضح هذه الاشكاليه. ناس كتير تقول ايه؟ طب ما انا بشوف ناس كتير اهالينا عندها السكر وما شاء الله كل واحد يعمل من الواحد 4 من وزنه مش قليل ولا حاجه. مريض السكر اللي الانسولين عنده قليل، اللي ما اتعالجش وما خدش انسولين، ده ما بيخزنش دهون وفعلا رفيع. ولكن الشخص اللي عنده السكر مع الست ليل نهار عماله تضرب حقن انسولين في جسمها، فهي في انسولين بيخش لها فبتتخن عادي، وهي عندها السكر ما بتاخد انسولين، بس اللي ما بياخدش بقى هتلاقي وزنه رفيع. تمام. في غده اتسهت واتلهت كده وسط الغدد ما جبناش سيرتها ومحدش نبهني، في غده اسمها الغدد الجارات الدرقيه. دول عددهم كام؟ 1 ولا 2؟ 3 ولا 4؟ 4. فاكرين الغده الدرقيه دول اللي فاصلين اللي بينهم برزخ؟ لو شلت البرزخ يبقى ده منظر خلفي، لو بصيت من المنظر الخلفي هتلاقي 4 غدد كده، 2 في كل ناحيه، هم دول جارات درقيه. ايه بقى قصتهم؟ الكالسيوم في الدم يا جماعه موجود طبيعي بنسبه معينه. طب لو الكالسيوم قل في الدم عن الطبيعي، ربنا يخلي الجارات تطلع لنا هرمون الباراثرمون علشان تزوده، يعني ترجعه للطبيعي. طب يحصل ايه لو الكالسيوم في الدم زاد زياده على اللزوم؟ ربنا يبعت للدرقيه، الدرقيه طالعه 60 يقول لها طلعي هرمون الكالسيتونين علشان كالي يقلل، عشان تقللي الكالسيوم اللي موجود في الدم. يبقى تاني، لو ده 1 2 3 4 5، بصوا ادي الكالسيوم اهو صح؟ طب لو الكالسيوم زاد عن الطبيعي، ربنا يطلع لنا الكالسيتونين علشان يقلله. طب لو الكالسيوم قل عن الطبيعي، ربنا يطلع لنا الباراثرمون علشان يزوده. حد عنده مشاكل؟ ايه ده؟ معنى كده ان الدرقيه بيطلع كام هرمون؟ الثيروكسين والكالسيتونين، ولكن مين اللي بيتاثر بالتي اس اتش؟ الثيروكسين فقط. يقول لك ما العلاقه بين التي اس اتش والكالسيتونين؟ ثابته يا باشا، ما فيش علاقه. في ايه مشاكل؟ جماعه السؤال هنا، لما الكالسيوم في الدم يكون قليل، ربنا يخلي الجارات تطلع لنا باراثرمون علشان تزوده. طب هتزوده هتجيب منين؟ هتروح على 3 اماكن. ممكن تروح على العظم تاخد منه كالسيوم، او ممكن تروح على الاثنى عشر، وهنا كان في انت كنت شارب لبن ففي كالسيوم كتير هنا، فيزود الامتصاص بتاع الكالسيوم من الامعاء الدقيقه. يا اما يروح للكليه يقول لها ايه ده؟ انت هترمي خير ربنا، الكالسيوم ده فين؟ هاتيه تاني، اعاده امتصاص اختياري للكالسيوم. يبقى فهمنا الباراثرمون ممكن يجيب الكالسيوم من كام مكان؟ من 3 اماكن. العكس، الكالسيتونين لما يكون الكالسيوم زياده بيقلله ازاي؟ بياخد الكالسيوم ده يحطه في العظم، يقول للامعاء ما تجيبيش كالسيوم تاني مش هنعمل امتصاص، يروح للكليه يقول لها خدي الكالسيوم ده كله ارميه بره. في عشان كده مين اللي حلو للعظم؟ الكالسيتونين. مين اللي وحش للعظم؟ الباراثرمون. يحصل ايه لو الباراثرمون زاد زياده عن اللزوم؟ جماعه حد عنده تناقض او مش فاهم ان زياده الباراثرمون هي نقص الكالسيتونين؟ حد مش فاهم ان نقص الباراثرمون هو زياده الكالسيتونين؟ صح؟ يعني انا لما يكون الكالسيوم في جسمي في الدم عالي، ربنا بيبعت لي كالسيتونين، يعني كالسيتونين زياده والباراثرمون قليل، فالاثنين عكس بعض. يحصل ايه لو الباراثرمون زاد عن الطبيعي؟ الكالسيوم في الدم هو بيجي عشان يزوده، فالكالسيوم في الدم هيزيد زياده عن الطبيعي. طب هو الزياده دي جت منين؟ جت من العظم، يعني العظم هيتاخد منه كل الكالسيوم، فكثافه العظم هتقل ويبقى عندك هشاشه عظام، والعظم يبقى سهل ينحني ويتكسر بسهوله. يبقى خلي بالك، لو انا قلت لك زياده الباراثرمون زياده على اللزوم تعمل ايه؟ هي معناها نقص الكالسيتونين زياده عن اللزوم برضو يعمل ايه؟ ما هو الكالسيتونين بيجي لما الكالسيوم يكون زايد عشان يقلله.
فلو الكالسيتونين قليل ده معناه ان الكالسيوم في الدم زياده قوي، ده معناه برضو ان فيها هشاشه في العظام. فاهمين حاجه؟ ان شاء الله ما تسمعوا تاني تفهم. ده اول حاجه. طب يحصل ايه لو الباراث هرمون قل عن الطبيعي؟ هينقص الكالسيوم في الدم، ولو نقص الكالسيوم في الدم هيعمل مصيبتين، هيروح للعضله يعمل لها شد عضلي، هيروح للعصبي يعمل تهيج عصبي. ايه ده التهيج العصبي كده حصل بسبب حاجتين، بسبب زياده الثيروكسين ونقص الباراث هرمون. اسالك سؤال تافه واقول لك الباراث هرمون يقدر يقطع وتر اخير؟ يقدر يقطع وتر اخير. لو الباراث هرمون كان قليل زياده على اللزوم يحصل شد عضلي، وخدنا من الباب اللي فات الشد العضلي يقطع الوتر. يا رب نكون فاهمين حاجه. جماعه ايه العلاقه بين الباراث هرمون والكالسيوم في الدم؟ ركزوا بقى. ايه العلاقه بين الباراث هرمون والكالسيوم في الدم؟ كل ما الباراث هرمون يزيد الكالسيوم في الدم يزيد. ايه العلاقه بين الكالسيتونين والكالسيوم في الدم؟ عكسيه. الكالسيوم في الدم والباراث هرمون، لما الكالسيوم في الدم يزيد ركز الباراث هرمون، ولما الكالسيوم في الدم هنا وده الكالسيتونين، لما الكالسيوم في الدم يزيد الكالسيتونين علشان يقلله. حد عنده مشكله مع الرسومات دي؟ شوف بصوا شايفين دي ودي سهله بنعرف نحلها صح؟ اول ما تجيلكوا كده ما حدش بيعرف يحط قلم مش عارف ليه. ادي الكالسيوم في الدم اهو، وادي ده مثلا اكس وده واي، واجي اقول مين اكس ومين واي كلنا نتلخبط. جماعه الكالسيوم في الدم يزيد الباراث هرمون بايه؟ واي ده مين؟ الباراث هرمون. يبقى مين اكس ده؟ الكالسيتونين. اللي عايز يفهم جت منين؟ ايوه هنا الكالسيوم كان لسه صغنن قليل، فبنجيب الباراث هرمون علشان يزوده. فلما الكالسيوم زاد ما عدتش محتاج الباراث هرمون. نفس المنطق هنا الكالسيوم كان لسه في الدم قليل فالكالسيتونين قليل، انما لما الكالسيوم زاد زياده على اللزوم جبنا الكالسيتونين علشان يقلله. يا رب نكون فاهمين حاجه. تمام كده انا خلصت الجارات الدرقيه. اعرف منين ان منظر الغده الدرقيه منظر خلفي من حاجتين؟ البرزخ مش موجود والجارات الدرقيه موجوده. في اي مشاكل؟ كده خلصنا كل حاجه، ناقص موضوعين. الموضوع الاولاني بتاع غدد القناه الهضميه انا يكاد يكون قلت كله، بس خلي بالك عشان فيها زياده في الكتاب الجديد محتاج اقول لك عليها. ايه هي غدد القناه الهضميه؟ جماعه ايه هو الجهاز الهضمي؟ كل الجهاز الهضمي مريء وبالعوم والكلام العبيط ده كله. خلي بالك واحفظ القاعده دي، كل غدد الجهاز الهضمي جميعها مشتركه، يعني فيها جزء غدي وقنوي، يعني بيطلعوا انزيمات وبيطلعوا هرمونات ما عدا حتتين، واثبت لك دلوقتي ما عدا الكبد. ولو كنت شرحت كلود برينر كنا هنتاكد، دلوقتي مش مهتمين نتاكد وصدقني يعني من غير الثقه فيا. يعني تاني حاجه المريء. الكبد والمريء هما الاثنين اللي ما بيطلعوش هرمونات، فهم الاثنين الذي يعملوا كغده قنويه، انما باقي كل مكونات الجهاز الهضمي تعمل غده مشتركه. دليلك عارفين المعده؟ عارفين المعده دي؟ عارفينها شويه. المعده دي حضرتك مالها؟ لما الاكل يوصل فيها ايه اللي بيحصل؟ الغشاء المخاطي او في خلايا في المعده معينه، ركز، في خلايا في المعده بتطلع هرمون اسمه الجسترين او الجسترين، يلف لفه في الدم سبحان الله يرجع تاني يشتغل على مين؟ على المعده، ويقول لها يا معده طلعي العصير المعدي بتاعك البيبسين والاتش سي، عشان البيبسين والاتش سي اللي بيهضموا مين؟ بيهضموا البروتين. لا ركز عشان هنا في كلام عالي. الاكل لما بيوصل للمعده نفس حوار الاثنى عشر، المعده بتطلع هرمون اسمه الجسترين يلف لفه في الدم ويرجع تاني يشتغل على المعده، ويقول لها يا معده طلعي العصير المعدي اللي هو الاتش سي ال والبيبسين عشان نهضم البروتين. ركز في كذا تفصيله. والاول مره نشوف هرمون عضو افرازه هو العضو المستهدف. انا اعرف مثلا ان بيتا بتطلع مش عارف انسولين عشان يقلل سكر من الدم، حاجه طالعه من حته رايحه تشتغل في حته ثانيه. اول مره نشوف هرمون عضو افرازه هو العضو المستهدف. سبيشال ان عضو افرازه هو العضو المستهدف هو الجسترين. ولكن طب ما انا اقدر اقول ان الانسولين اللي بيطلع من بيتا ما بيروح يشتغل على بيتا، بس هو عضو الافراز هو العضو المستهدف، بس يعني في اعضاء كتير قوي مستهدفه مش بيتا بالتحديد، والثيروكسين نفس الكلام، والجي اتش نفس الكلام. انما الجسترين هو اللي مميز شويه. لقطت انا بتكلم في ايه؟ طلع من المعده رجع يشتغل على المعده. جماعه هو طلع منين في المعده؟ طلع من خلايا قنويه ولا لا قنويه؟ طلع هرمون يبقى خلايا لا قنويه. ولما رجع تاني يقول للمعده يا معده طلع العصير المعدي اللي هو اتش سي ال والبيبسين، يعني رجع على خلايا قنويه ولا غير قنويه؟ يبقى تاني الجسترين طلع من خلايا لا قنويه ولما رجع اشتغل على خلايا قنويه. يعني من الاخر الخليه اللي طلعت الجسترين مش هي الخليه اللي رجع يشتغل عليها الجسترين. يا رب يكون الكلام واصل. لما اقول لك ما هو الانزيم الذي يهضم البروتين هنا
البيبسين. ولو قلت لك ما هو الهرمون الذي يساعد في هضم البروتينات فقط؟ الجاسترين. ولكن لو قلت لك ما هو الهرمون الذي يساعد في كل انواع الطعام؟ يبقى السكرتين والكوليسيستوكاينين. في مشكله؟ مش هنا برضو افراز قنوي تحت تاثير هرموني؟ افراز قنوي تحت تاثير هرموني. تمام. في ايه مشاكل؟ ولو انا قلت لك تعرف تقول لي مثال غده مشتركه بتاثر في غده مشتركه؟ غده مشتركه بتاثر في غده مشتركه؟ ايوه، الاثنى عشر ما دي كانت مشتركه بتطلع سكرتين وكوليسيستوكاينين تروح البنكرياس. لما البنكرياس مشترك بيأثر في مشترك. لحد دلوقتي فيها مشاكل. المناسل عشان يبقى اسمه الباب خلص. والله ما اتكروت، لو رجعت تسمع الفيديو تاني هتلاقي مفيش حرف ما اتقالش في الهرمون. نقف خلاص بقى، بقت الا ربع نقف يعني نضيع وقت. خلاص اسكتي بقى ما تقعديش المناسل بتاثر على الخصيه والمبيض. يعني ايه الكلام ده؟ جماعه مش انا قلت لكم الفص الامامي بيطلع الاف اس اتش ويطلع ال اتش يروح ياثروا على مين؟ على الخصيه. خليك بقى مور سبيسيفيك وموضح كلامك. حد خد باله مور سبيسيفيك؟ المهم الفص الامامي يطلع اف اس اتش والال اتش وراح على الخصيه. يعني ايه الكلام ده؟ لو جينا خدنا مقطع ارض في الخصيه هنلاقي الخصيه عباره عن انيبيبات منويه، شويه انيبيبات انابيب، تصغير انبوبه انيبيبه بيطلع حيوان منوي فسموها انيبيبات منويه، ودي خلايا بين الخلايا سموها الخلايا البينيه. خلي بالك الاف اس اتش بيكون الانيبيبات، خلي بالك الانيبيبات هي اللي بتكون الحيوان المنوي. اذا الاف اس اتش هو اللي بيكون الحيوان المنوي. وبما ان الفص الامامي بيطلع ال اتش، وبما ان ال اتش هو اللي بيكون الخلايا البينيه، وبما ان الخلايا البينيه هي اللي بتطلع هرمونات الذكوره اللي هي الاندروجينات التستوستيرون والاندروستيرون، هرمونات الذكوره دي بتعمل ايه؟ مسؤولة على ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الراجل، يطلع له دقن وصوته يبقى يخشن شوية والكلام ده كله. ليه سموها صفات ذكرية؟ ليه ثانوية؟ لأن أهم وظيفة للخصية هو إنتاج الحيوان المنوي. تاني وظيفة للخصية ظهور صفات الذكورة بسبب هرمونات الذكورة، عشان كده سموها ثانوية. تاني حاجة بتعملها هرمونات الذكورة بتعمل نمو للبروستاتا والحويصلات المنويه. مين هم البروستاتا والحويصلات؟ هنتكلم عليهم في التكاثر. بما ان الفص الامامي طلع ال اتش، بما ان ال اتش كون الخلايا البينيه، بما ان الخلايا البينيه طلعت هرمونات الذكوره، اذا ال اتش بيكون هرمونات الذكوره، اذا ال اتش مسؤول على الصفات الثانويه الذكريه. اذا لو راجل ما عندوش اف اس اتش وعنده ال اتش مش هيخلف، انما لو راجل عنده ما عندوش اف اس اتش وعنده ال اتش مش هيخلف. طب لو راجل عنده اف اس اتش بس ما عندوش ال اتش هيعرف يخلف بس ايه كده. جماعه لو انتوا بصيتوا على راجل لقيتوا الحيوان المنوي بتاعه، والله العظيم هو ده التحليل الخصوبه اللي بيعمله الراجل لما ما يخلفش. يروح يعمل تحليل الحيوانات المنويه، يبص على تركيز الاف اس اتش والحيوان المنوي، يلاقوا عنده الحيوان المنوي واطي والاف اس اتش واطي. ده راجل معين. بيبص على راجل تاني لقى الاف اس اتش عالي والحيوان المنوي واطي. حد يعرف يفسر هذا التفسير؟ واطي واطي اتنين زي بعض، تغذيه رجعيه موجبه والمصيبه فوق. واطي وعالي يبقى الخصيه فيها مشكله، ففصل دي تغذيه رجعيه سالبه والمشكله تحت. حد عنده اي مشاكل؟ كده خلصت دور الهرمونات بتاعه المناسل على الخصيه. يلا بينا بقى نتكلم على دور الاف اس اتش والال اتش على المبيض. بصوا بقى يا جماعه، لو ده دلوقتي الرحم اهو، ده اهم جزء في الحصه يعني ايه، والجزء ده صعب، فبالله عليك كله ايه يرجع يزود حماسه ويركز معايا. انا عارف ان انا بطلب حاجه صعبه بس يعني مش معدي الدنيا. قصتنا بدات مع بنت وصلت لسن البلوغ 11 12 13 سنه، صحيت من النوم لقت السرير كله مليان دم. قالت يا نهار اسود انا هموت ولا ايه؟ راحت للدكتور، قالت له الحاجه يا دكتور ايه، انا صحيت من النوم لقيت الجسم كله ايه، السرير كله مليان دم. قال لها ايه؟ قال لها ما تقلقيش مش هتموتي ولا حاجه، انت كده وصلتي للايه؟ وصلتي للحاجه اللي بيقولوا عليها البلوغ. قالت له مش فاهمه يا دكتور ايه، فهمني اكتر. قال لها عايزه تفهمي؟ ده الخصيه، ده المبيض بتاع حضرتك، تمام؟ خدنا فيه مقطع عرضي، فلما جينا نبص جواه قبل ما حضرتك توصلي للبلوغ وكده طول ال 10 11 سنه اللي فاتوا كان المبيض بتاعك مليان بشويه حويصلات غير ناضجه. ملايين الحويصلات الغير ناضجه وهنعرفها اكتر في التكاثر ان شاء الله. معنى ان حضرتك بلغتي معنى كده ان الفص الامامي راح منزل عليكي مين؟ الاف اس اتش، نزل على المبيض. فده اول شهر تبلغي فيه. فالشهر ده ايه اللي حصل؟ وخلي بالك من هنا ورايح كل شهر هيحصل نفس الكلام. كل شهر
في وقت معين هينزل عليكي من السماء من الفص الامامي الاف اس اتش، كل شهر يحول حويصلايه واحده من الملايين دي، الحويصلايه واحده غير ناضجه يحولها الى حويصله ناضجه. تقول له كل شهر من ده، كل شهر من ده، لحد ما توصل لسن الياس عند 45 55 سنه. يبقى لحد ما توصل لسن الياس كل شهر الاف اس اتش هينزل من الفص الامامي يحول حويصلايه واحده غير ناضجه الى حويصله ناضجه اكتشفها عالم اسمه جراف، قالوا عليها حويصله جراف الناضجه. حلو. قال لها وبعد كده هينزل عليك من السماء ال اتش، هيعمل لحويصله الجراف دول 3 كلمات. الحاجه الاولانيه يفجر، الحاجه الثانيه يحرر، الحاجه الثالثه يكون. الحاجه الاولى هيفجر حويصله الجراف، هيتفجرت حويصله الجراف. هيحرر منها غلط اسمها، بس بعدين اسمها ايه؟ الخلايا الميديسر. المهم هيحرر منها البويض. جماعه خلي بالك ان المبيض ده هو المبيض ده، فلما حويصله الجراف تتفجر البويضه دي هتنزل في قناه فالوب. خلي بالك، نرجع للكلام. فهتحرر منها البويض وهنكون جسم لونه اصفر، وهو من جوه اصفر، سموه الجسم الايه؟ الجسم الاصفر. قالت لا انا مش فاهمه، عايز افهم بديتيلز اكتر. قال لها مفيش مشكله، بصوا معايا. حضرتك نزل عليكي دم صح؟ ماشي. نزل عليكي دم، الفتره اللي بينزل عليكي الدم من 3 ل 5 ايام دول بنسميهم فتره الايه؟ فتره الطمس. نبدا من هنا. مش انا قلت لك بكل حويصله صغننه بينزل عليها الاف اس اتش بيحولها لحويصله الجراف الناضجه؟ انا بمثل الكلام ده على الدوره الشهريه اللي هي 28 يوم. اول فتره من 3 ل 5 عمالين ننزل دم ونعرف الدم ده جه منين دلوقتي. بعد كده كل حويصلايه غير ناضجه بينزل عليها اف اس اتش يحولها لحويصله ناضجه. الحويصله الناضجه دي لما بتتكون كده، بعد كده الحويصله الناضجه محتاجه اعرفكم ان بتطلع هرمون اسمه الاستروجين. لما الحويصله الناضجه دي اتكونت طلعت هرمون اسمه الاستروجين. هرمون الاستروجين ده بقى راح عمل ايه؟ ده مين؟ ده جدار الرحم اللي هو عباره عن عضلات ملساء اللي بيأثر عليها هرمون الاكسوسين اللي لسه قايل عليه من شويه. المهم هرمون الاستروجين ده بيروح يعمل ايه؟ في حاجه هنا اسمها بطانه الرحم. بيروح يعمل ايه في بطانه الرحم؟ بيعمل انماء بسيط في بطانه الرحم. ده دور مين؟ دور الاستروجين. الاستروجين ده طالع منين؟ طالع من حويصله الجراف الناضجه. لحد دلوقتي فيها مشكله؟ ماشي. الاستروجين عمل انماء لحويصله الجراف وقعد يعمل انماء كده لحد اليوم الايه؟ اليوم ال 14. اصل اليوم ال 14 نزل مين؟ لما نزل ال اتش ده فجر حويصله الجراف فما عادش فيه استروجين، حرر البويضه وكون الجسم الاصفر. عارفين الجسم الاصفر ده هيعمل ايه؟ هيطلع لي هرمون اسمه البروجسترون. لو الاستروجين كان بيعمل انماء بسيط لبطانه الرحم، فالبروجسترون هيزود سمك بطانه الرحم، هيكبرها قوي كده، وهيزود الامداد الدموي. حيلك حيلك. ليه يا جسم اصفر طلعت بروجسترون تزود سمك بطانه الرحم تكبرها قوي كده؟ اصل انا بحب العيال الصغيره. اصل انا لما صحيت من الحادثه لما نزل عليا طبعا ال اتش فجر وحرر وانا اتكونت، بدور على البويضه ما لقيتهاش، بصيت لفوق كده لقيت البويضه موجوده في قناه فالوب. قلت يا نهار ابيض، دي لو الست دي متجوزه ده هيدخل حيوان منوي هنا، هيوصل لحد البويضه ويخصبها ويكون لنا الزيجوت، الحته الحمراء الولا. ايوه طب ما ده كلام، انت مالك انت لما الزيجوت يتكون؟ ما هو الزيجوت ده عشان الخلايا تكبر تكبر تكبر، هتقعد تكبر كده الولا عمال يكبر وهينزل في الاخر فين؟ في بطانه الرحم. فيوم ما هينزل ما كانش هيلاقي غير انماء بسيط، اكل قليل، مخدات قليله يقعد عليها. عشان كده رحت انا اول ما اتكونت طلعت له بروجسترون عشان اخلي ازود سمك بطانه الرحم، بدل ما الشلته قد كده اخلي له شلته كبيره يقعد عليها مستريح. وبدل ما الامداد الدموي والاكل كان بسيط عملت له اكل كتير عشان الولد ينزل هنا وياكل ويكبر بسلام. في مشكله لحد دلوقتي؟ فضل يعني من عند اليوم ال 14 لحد امتى؟ لحد اليوم 23 كده عمال يطلع بروجسترون، عمالين نزود سمك بطانه الرحم، نزود الامداد الدموي، نزود المخدات والاكل للولد. جه من اليوم 23 بص للست كده اللي هو جوه بطنها ام الولد، قال لها ايه رايك؟ ماكله مشربه منيمه مدفيه. قالت له ماكل مين؟ ومشرب مين؟ ومنيم مين؟ ومدفي مين؟ قال لها الولد اللي انا بعمل له مخدات وسمك وبتاع. قالت له انا اصلا ما اتجوزتش،
انا اصلا مش متجوزه، اول ما يسمع جمله اللي زي كده يروح ماسك قلبه ايه ويتجلط، يحصل له ضمور. خلي بالك ضمور الجسم الاصفر ما بيحصلش في نقطه، لا هو يبدا يضمر كده ويخس ويبطل ياكل وبتاع، يعني من يوم 23 لحد اليوم 28 هيقعد يضمر على فتره. الفتره اللي بيضمر فيها الجسم الاصفر باليوم 23 لليوم، طول الفتره دي انا عمال اضمر، فبالتالي افراز البروجسترون بقى قليل، سمك بطانه الرحم بقى قليل، الامداد الدم بقى قليل، وهي ماشيه لحد ما وصلت لليوم 28. ده اليوم اللي الجسم الاصفر فيه ودعنا كلنا ومات. لما مات الجسم الاصفر اصبح موجود ايه؟ زيرو بروجسترون، ما عادش فيه بروجسترون. فمش بس بقى ما بقاش فيه سمك بطانه الرحم زاد وما بقاش فيه امداد دموي، لا لا لا، ده اتهدمت بطانه الرحم، بقى اتهدمت خالص، اتمزقت الشعيرات الدمويه. يا جماعه البروجسترون هنا بقى ايه؟ صفر. البروجسترون بقى صفر، تغذيه رجعيه سالبه، فالاف اس اتش والال اتش هيزيد. بصراحه مش ده السبب الوحيد ان الدم ينزل، هو مش لما البروجسترون يقل هيزيد الاف اس اتش وهيزيد ال اتش وكمان هيزيد الاكسيتوسين. فيلا بقى نقول القصه كلها عشان ما اقعدش القط كلام. من يوم 23 لليوم 28 قل البروجسترون فقل سمك بطانه الرحم وقل الامداد، خلصنا منها. في اليوم 28 ما بقاش فيه بروجسترون، حصل 5 حاجات: زاد الاف اس اتش ده اهم حاجه، وزاد ال اتش على استحياء كده، وزاد ال اتش، وزاد الاكسيتوسين، وتهضمت بطانه الرحم واتمزقت الشعيرات الدمويه، وبسبب زياده الاكسيتوسين حصل انقباض لجدار الرحم ونزل دم الطمس. اعتقد كده وضحت قوي والكلام واضح وظاهر وزي الفل. بس لما نيجي نفتح الكتاب بالظبط هقول لك اللي في الكتاب. الاستروجين ده بيسموه الاستراديول. الاستروجين ده طلع منين؟ طلع من حوصله الجراف الناضجه. وظيفته ايه؟ عمل انماء لبطانه. ازودكم من الشعر بيت ان الاستروجين بيعمل على ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الانثى، يعني كبر الثديين وان يجي لها دوره طمس. حتى بيسموا الاستروجين هرمون البلوغ وهرمون الانوثه، هرمون الجمال، هرمون الحاجات دي كلها. تمام؟ ده بالنسبه للاستروجين. البروجسترون عمل ايه؟ زود سمك بطانه الرحم وزود الامداد الدموي، يعني انا اقدر اقول عليه ان هو نظم التغيرات اللي بتحصل في الرحم، صح؟ ويا جماعه نسيت اقول لكم، الست لو كان جه الجسم اصفر في يوم 23 وسالها ماكله ومشربه ومدفيه وقالت اه فعلا ان انا متجوزه، ما كانش هيحصل له ضمور، وكان هيقعد يفرز بروجسترون لحد كام شهر؟ لحد الشهر الثالث. حتى الجسم الاصفر مش بس هيقعد يفرز لحد الشهر الثالث، لا ده طول ما انا رايح للشهر الثالث طول ما حجمه ايه؟ هيزيد، عشان طول ما الولد بيكتر خلايا بتكتر، عايز بطانه رحم اكتر، امداد دموي اكتر، فيقول لك ايه؟ اقصى حجم للجسم الاصفر في نهايه الشهر الثالث، ثم بعد كده كل حاجه بتموت. هيحصل ضمور الجسم الاصفر في نهايه الشهر الثالث وتحل بداله مين؟ المشيمه، اللي لو كان الجسم الاصفر بيطلع بروجسترون قد كده فالمشيمه هتطلع لي بروجسترون قد كده. انت ليه بترغي في الحاجات دي كلها؟ ولا برغي ولا حاجه، انا عايز اقول لك ان البروجسترون بينظم 3 حاجات. اول حاجه بينظم دوره الحمل وادينا عرفناها. تاني حاجه بينظم التغيرات اللي بتحصل في الرحم. تالت حاجه بينظم التغيرات في الغدد الثدييه. نسيت اقول لك ان الست وهي حامل، طب ما طبيعي ان حجم الثديين يزيد عشان انا محتاج لبن كتير يتعان عشان للولد. ومن هنا اسالك ما الهرمونات التي تؤثر على الثدي وبالترتيب؟ اول حاجه مين؟ هرمون الجمال والدلع والانوثه والكلام العبيط ده، الاستروجين. الست اتجوزت وهي حامل، الثديين بيكبروا بسبب هرمون البروجسترون. بعد كده بننتج لبن بالبرولاكتين، بعد كده بننزل لبن بالاوكسيتوسين. حد عنده مشاكل؟ ناقص هرمون واحد في الانوثه بس في جهاز التناسلي الانثوي. هنا انا اتكلمت على الاستروجين والبروجسترون، في هرمون لا من ديننا ولا من دينكم كده تبع الانثى اسمه الريلاكسين. يا جماعه هو البروجسترون بيطلع من كام مكان؟ جسم الاصفر والمشيمه، وفي تعديل في التكاثر هيلخبط لنا دماغنا، وقلت لكم التعديل ده لسه نازل جديد، سيبوا للتكاثر. خلينا لحد دلوقتي البروجسترون بيطلع من الجسم الاصفر والمشيمه. الريلاكسين بقى بيطلع من 3 اماكن: جسم اصفر، مشيمه، بطانه الرحم. تيجي تبص في الكتاب يقول لك ايه؟ الريلاكسين يزداد افرازه في نهايه الحمل. في نهايه الحمل يزداد افرازه في نهايه الحمل. ليه؟ عشان يعمل ارتخاء لمنطقه الارتفاق العيني عشان الولد ينزل، يزداد افرازه فيه. وهذا معناه ان الريلاكسين موجود من اول الحمل، ولكن وظيفته في اخر الحمل انه يعمل ارتخاء لمنطقه الارتفاق. حد يعرف ايه وظيفه الريلاكسين من اول الحمل؟ مش الرحم الست طول ما الولد بيكبر الرحم عمال يدوس، يكبر حتى دايس على نفسها، مش عارفه تاخد نفسها، دايس على معدتها مش عارفه تاكل، دايس على مسالتها عماله تخش الحمام كل شويه فتره الحمل. المط ده بسبب الريلاكسين.
اللي انا عايز اقوله ان الرياكسين موجود من اول الحمل. ايه دليلك؟ ما الرياكسين بيطلع من بطانه الرحم، بطانه الرحم موجوده من اول الحمل عادي. حد عنده مشاكل؟ ايه الحاجات اللي ما اتقالتش؟ في حاجه ما اتقالتش؟ كده خلصنا باب الهرمونات. الحصه الجايه حل الملزمه كلها.